مساء الخير ابطال سينيور 3، اهلا وسهلا بيكم تاني. دلوقتي مع ميعادنا مع الليكتشر رقم 0. مساء الخير وصباح الخير حسب ما انك بتشوف فيديوهات كالعاده، كوبايه القهوه، كوبايه النسكافيه، الشاي بلبن، ازازه الميه. تعالى بقى ركز معايا، ركزي معايا. بصوا يا جماعه، الكلام بالبلدي النهارده احنا بنتكلم عن حاجه اسمها الجيم استراتيجي. يعني ايه جيم استراتيجي؟ هنتكلم مع بعض تفنيط المنهج، درجات، الدنيا دي كلها، البيزكس الاساسيه. ان انت دلوقتي لو دخلت عايز تجيمنج الفيزيكس بالبلدي هم 4 حاجات: اللوز، كونفرجن اوف يونتس، ريليشنز، جرافس. عباره عن ايه؟ وده اللي بيتبنى بيه السؤال اصلا. يعني دي التولز بتاعتي او بتاعتك اللي احنا المفروض نظبطها مع بعضينا. لو انت حطيتها على اي درس في المنهج هتلاقي الدنيا اتهندلت، اتربطت، اتظبطت باذن الله. هلبس النضاره واجي لك بقى نكمل مع بعضينا. طيب احنا باذن الله تعالى هنعمل النهارده حاجه اسمها جيم استراتيجي. والجيم استراتيجي ديت احنا هنقسم الفيزيكس بتاع الثالثه ثانوي اللي بيتقال عليها بعبع عن طريق استراتيجي واحده. ايه هي الاستراتيجي ديت؟ هنقسمها 2 بيزكس النهارده في الكلام بتاعنا. اول حاجه هي السيلبس، وكلمه سيلبس يعني المنهج بتاعك او المنهج بتاعك. تاني حاجه عندنا هي البيزكس. طيب الاثنين دول لو انت فهمتهم كويس جدا تقدر تماستر الجيم بتاع الفيزيكس ان شاء الله في ثالثه، وباذن الله ربنا يكرمك. اذا كان انت دكتور او مهندس باذن الله، اذا كنت ان شاء الله دكتوره او مهندسه، فالحاجات دي لو جيت طبقتها في اي ماده ثانيه ان شاء الله قدام هتلاقي الدنيا معاك سيستماتيك قوي 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 وبيرفكت ان شاء الله. طيب السيلبس ده عندنا اللي هو المنهج، والبيزكس اللي هي ان شاء الله هتعالج مشاكل المنهج. فتعالى كده نتكلم مع بعض وندردش في المنهج. عايز بقى الناس يا جماعه تفوق معايا كده، كوبايه الشاي بلبن بتاعتك، كوبايه القهوه، النسكافيه، ازازه الميه بتاعتك، وتعالى ركز معايا. هنا بالنسبه لك السيلبس بتاعنا في سينيور 3 يا جماعه بيتقسم بيزيكلي او مينلي ل2 يونتس. عندك بالنسبه لك يونت 1 ويونت نمبر 2. يبقى تاني احنا منهج توتالي بيزيكلي مينلي كله على بعضه بالنسبه لك في سينيور 3 هو حرفيا 2 يونتس بس. طيب بالامانه يا جماعه منهج ثالثه ثانوي مقارنه باولى وثانيه امتع مليون مره. ليه؟ لان احنا كفيزيكس متفقين مع بعضينا ان هي ماده بتشرح النيتشر اللي حوالينا او الطبيعه عباره عن ايه. بالبلدي منه يا جماعه احنا دلوقتي كلنا عايشين في الطبيعه، وكل يوم بتواجهك مشاكل او بتواجهك بالنسبه لك سيتويشنز، مواقف معينه من الطبيعه. فانت لازم تبقى فاهم الطبيعه اللي حوالينا عامله ازاي، بتتصرف كده ليه؟ ليه بتعمل كده؟ ليه بالنسبه لك قابلنا الموقف ده؟ طيب الحاجات دي لو انت فهمتها لنفسك، اولا بالنسبه لك الموضوع فادك شخصيا، ثانيا بقت لايف ستايل. انت خلاص اتنقلت من مرحله ان انا دلوقتي حرفيا عايش الماده فعمرك ما تنساها، تبقى امتع ماده وان شاء الله اسهلهم على الاطلاق. انت عندك يونت 1 بيتكلم عن ايه؟ يونت 1 يا جماعه بيزيكلي او مينلي بيتسمى بكلمه electricity and magnetism. تاني بيتسمى كلمه electricity and magnetism، ده اسم يونت نمبر 1. طيب يونت نمبر 2 بيتكلم عندنا عن حاجه اسمها مودرن فيزيكس. طيب وتعالى بقى نعمل فوكس وزوم ان كده على الكلام اكتر. احنا دلوقتي يعني كلمه الكتريستي، يعني كلمه ماجنتيزم، يعني كلمه مودرن فيزيكس. طيب احنا كلمه الكتريستي دي اساسا شرحها عندنا باذن الله تعالى، تمام؟ لو كان لنا عمر الحصه الجايه فهنشرحها في كلمه الكتريستي ده في شابتر 1 بحاله. يعني انت عندك حرفيا يا دكتور شابتر 1 بيتكلم عن الكتريستي. وتعالى نفهم يعني ايه الكتريستي بالتفصيل الممل. باشا احنا كلنا عارفين في الكيمستري ان اي اليمنت بالنسبه لك من ال 118 اليمنتس موجوده في البريدك تيبل هم حرفيا بيتقسموا لنيوكليس فيها بوزيتيف بروتونز، عندك نيوترال نيوترونز، وفي انرجي ليفلز بتروتيت اراوند ات نيجاتيف بارتكلز اتس كولد باي الكترونز، صح؟ طب انت الالكترونز اللي بتروتيت في الانرجي ليفلز دي لو جينا اتكلمنا ان انا دلوقتي از الكترون، انا مش ماضي اهو، انا الكترون معاك، انا كالكترون دلوقتي لو ثابت مكاني ده بالنسبه لك نوع من الكهرباء مش نوع من الكهرباء؟ قال لك نوع من الكهرباء. طب النوع ده ايه؟ هل هو ستاتيك الكتريستي ولا دايناميك الكتريستي؟ تعال نرجع كده، كلمه ستاتيك يعني ستيبل اتريست، كلمه داينامكس يعني موفمنت او حركه، صح؟ فانا دلوقتي بكلم معاك اهو وبقول لك لو انا كالكترون ثابت مكاني ما اتحركتش زي دلوقتي يبقى انا نوع الكتريستي بتاعي ايه؟ صح؟ يبقى انت اسمك ستاتيك الكتريستي. طب انا دلوقتي كالكترون سبت مكاني ده واتحركت يا عم ورحت لمكان تاني. طالما انت كالكترون سبت بوزيشن ورحت لانذر بوزيشن دي اسمها داينامكس الكتريستي، واللي بالمناسبه هنتكلم عليها بالتفصيل الممل از توبيك ونشرحه في شابتر 1. يبقى تاني انت عندك ان شاء الله تعالى بسم الله توكلنا على الله كده المنهج بتاعنا 2 يونتس، يونت 1 ويونت 2. يونت 1 بيتكلم عن حاجه اسمها الكتريستي وماجنتيزم. طيب تعال نمسك كلمه كلمه ونفنطهم، تمام؟ ربنا يديله الصحه والستر. مدرسي ثانويه عامه زمان كان بيقول لي حاجه حلوه قوي، قال لي يا مستر، قال لي يا ماضي، سوري انا اسف وانا طبعا صغير، قال لي يا ماضي انت عندك حرفيا 50% من الفهم هو العنوان، وال50% الثانيه
تقعد تعافر وتحاول وتحل المشاكل اللي بتواجهك. يبقى انت دلوقتي لو فهمت العنوان او ساعتك فهمت العنوان طبعا هتلاقي الموضوع بالنسبه لك بقى حلو قوي. لان يا جماعه كل حاجه مجهوله بالنسبه لنا للاسف بتبقى صعبه، بيبقى فيها توتر، بيبقى فيها خوف. لكن لو احنا حرقناها مع بعض، يعني قلنا النهارده المنهج اوله ايه اخره ايه، قلنا بالنسبه لك هنتكلم في ايه، دردشنا مع بعض كده جاست بالنسبه لك قاعدين بنسمع بعضينا، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك طب ما انا عارف اخرها ايه، فاهم قصدي؟ انا عارف هي بتبتدي ايه وهتنهي بايه، فهتلاقي الموضوع انت في طمانينه، في هدوء، فالدنيا ان شاء الله بقت سهله. تاني يبقى انت عندك بالنسبه لك شابتر 1 هي الالكتريستي، وده بيتكلم عن الكهرباء، والكهرباء معناها الالكترونز بتاعتنا بتتصرف ازاي في الطبيعه. لو انت كالكترون ثابت مكانك ما بتتحركش يبقى انت اسمك ستاتيك الكتريستي، انت اتحركت من بوينت لانذر بوينت دخلتي يبقى انت اسمك داينامكس الكتريستي. وده اللي بنشرحه في الشابتر 1 بالتفصيل ممل، وهنتكلم عنه از توبيك برولز بالتفاصيل بالديتيلز بتاعته كلها اللي بتقابلنا، وازاي بنستغل بقى الالكتريستي الكهرباء ديت وازاي بنستفاد منها. ان طبعا الالكتريستي دي تعتبر فورم من الانرجيز ولا لا؟ احنا عندنا في حياتنا الانرجي ليها كذا فورم. وطبعا يا جماعه كل الناس اللي قاعده قدامي اكيد فاكره من ميدل 2 ان في قانون مهم جدا، energy neither created nor destroyed but can change from form to another form. بالبلدي احنا محدش فينا يقدر يخلق طاقه، محدش فينا يقدر يكسر او يدمر طاقه، بس ممكن احولها بالنسبه لك الطاقه بتاعتي من فورم تو انذر ايه؟ فورم ولا لا؟ تمام. طب انا دلوقتي هنا تعال فكر معايا. احنا فهمنا يعني كلمه الكتريستي، ماجنتيزم. ايه الماجنتيزم ده؟ الماجنتيزم ده يا جماعه جاي من كلمه ماجنت. ولو انت فكرت كده وجا في دماغك يعني كلمه ماجنت هتقول بس واحنا صغيرين كنا نعمل زت، عارف انت اللي هو كنا بنجيب حاجه كده ب 5 جنيه لونها اسود نحطهم جنب بعض يعمل زت، نبعدهم شويه زت، صح؟ نبعدهم اكتر واكتر زت، وهكذا ولا لا؟ طيب حاجه شبه ديت يا صديقي العزيز دي تعتبر ماجنت. طب ما تيجي نرجع لبيزكس، تمام؟ سينيور 2 مثلا السنه اللي فاتت في الكيمستري ونفهم يعني ايه كلمه ماجنت اصلا. يا جماعه كلمه ماجنت لو جيت سرشت عليها في جوجل او في اي حته زي ما احنا متعودين هيقول لك ان هي روك او بيس اوف ميتال ذات اتراكت انذر ميتال. يعني بالنسبه لك لو انت عندك روك او بيس اوف ميتال بتعمل اتراكشن لانذر ميتال دي تعتبر ماجنت. طيب الكلام كله بيرجع بالنسبه لنا لحاجه اسمها الاس اس بس دبس دبس فدبس فدب، لو انت فاكر او سعادتك فاكر اللي هو اسمه اوف بو برنسبل، اللي هو الكترون كونفيجريشن بنوزع الالكترونز في الاس اس بس دبس دبس فدبس فدب. فاكرين الكلام ده؟ حلو. الاس دوت كان اوربيتالايه واحده اخرها تشيل 2 الكترونز. البي كان بالنسبه لك 3 اوربت اخرها تشيل 6. طب الدي كان 5 اوربيتالز اخرها تشيل 10. طب الاف 7 اوربيتالز اخرها تشيل 14. فاكرين الكلام ده؟ حلو قوي. انت دلوقتي حسب النمبر اوف الكترونز كنت بتوزع الالكترونز ديت في الاوربيتالز ولا لا؟ كان في حاجه اسمها هانز رول، لو سعادتك فاكره او سعادتك فاكر هانز رول ديت كان بيقول لك لازم الالكترونز يبقى الاول سنجل لحد ما نخلص كل الاوربيتالز، بعدين نبتدي ندبلت او تبتدي نعمل بالنسبه لك ايه؟ بيرنج، لو انت فاكر صح؟ طيب كل ما انت عدد بالنسبه لك الالكترونز اللون بير او السنجل يزيد كل ما تاثير الماجنتيزم هيبقى يزيد. كل ما اللون بيرز تقل كل ما تاثير الماجنتيزم يقل. واحد قال لي مستر الكلام ده في الكيمستري ايه علاقته بالفيزيكس؟ افهمك اللي فيها. الطبيعه اللي احنا عايشينها يا صديقي العزيز، الطبيعه دي يا اختي هي بتتكون من ايه؟ من كيمستري. بتعمل ايه فيزيكس؟ فانا عشان ابقى فاهم اول خطوه خالص الطبيعه دي بتتعامل ازاي معانا لازم اعرف بتتكون من ايه اصلا. ما انت لو عرفت الكومبوزيشن بتاع كل حاجه هتعرف هي ليه بتتصرف كده. تمام؟ يعني مثلا انت ليه بتعمل 1 2 3 عشان انت جواك كذا. فحاجه شبه كده لو انت فهمت اصلها ايه هتعرف هي ليه بتعمل البيهيفير ده او ليه بتتصرف كده في الطبيعه، فالموضوع هيبقى لوجيك. تمام؟ طيب دلوقتي وانت بتوزع بالنسبه لك الكترونز ديو تو اوف بو برنسبل، في ناس بالنسبه لك بيبقى عندها النمبر اوف الكترونز كله تمام بيبقى دبلت يعني كلها بيرنج، ده ما عندوش ماجنتيزم. وهتاخد الكلام ده على فكره في الكيمستري في شابتر 1 عندك السنه دي. تمام؟ طب لو انت عندك لون بيرز كل ما اللون بيرز تزيد، يعني ايه كل ما اللون بيرز؟ يعني كل ما السنجل الكترونز تبقى موجوده اكتر كل ما تاثير الماجنتيزم يبقى اعلى هيزيد معاك اكتر، وده اللي بيخلق الماجنت عندنا. يعني انت عندك الماجنت دوت هو يعتبر نوع من انواع الميتالز عنده بالنسبه لك سنجل الكترونز في الاوربيتالز. واحد سالني سؤال حلو قبل كده قال لي بس سمادي معلش ممكن اسالك سؤال؟ انا فاهم اللي انت بتقوله ده ككيمستري، ايه علاقته بالفيزيكس؟ تعال اما اقول لك. لو انت فاكر الاربعه سبين كوانتم نمبر اخر واحد فيهم يا صديقي العزيز كان مين؟ الله ينور عليك، الماجنتيك سبين كوانتم نمبر، صح؟ دوت كان اول الكترون بيلف بالنسبه لك روتيشن كلوك وايز، الثاني انتي كلوك وايز. طب دلوقتي لو انت عندك 2 الكترونز في نفس الاوربيتال ايكوال في الماجنتيود كفيلد اوبوزيت في الدايركشن، مش دول ايكوال واوبوزيت بعض هيكنسلوا بعض هيشيلوا ويطيروا بعض، صح؟ يبقى تاثير الماجنت موجود؟ صح؟ مش موجود خالص. طب انا دلوقتي بالنسبه لك حاجه شبه دي اسمها دايماجنتيك يعني مفيش تاثير. طب انت دلوقتي لو عندك الكترون واحد بس
هيلف كلوك وايز ولا لا؟ هل في حاجه ثانيه تكنسله؟ يعني هل في الكترون ثاني بيعمل كاونتر كلوك وايز او انتي كلوك وايز عشان يكنسل؟ فانت عندك فيلد واحد مفيش حاجه ثانيه تكنسله، فده بقى عنده تاثير بيعمل بالنسبه لك سيرشنج فور انذر الكترون، يعمل له اتراكشن صح؟ فده ايه؟ بيسيرش بيدور، يبقى ساعتها يطلع الماجنت بتاعنا ولا لا؟ يعني يا جماعه احنا ظلمنا الماجنت. الماجنت عباره عندك او عندي عن بالنسبه لك ميتال عنده لون بير بيدور بالنسبه لك على مين؟ على الانذر بير. يعني الراجل نفسه يرتبط. انت دلوقتي بالنسبه لك مش نفسك تبقى ستيبل؟ مش كلنا نفسنا نبقى ستيبل؟ الستيبل في الحياه ان انت تبقى بير ولا تبقى سنجل. واحد يقول لي مستر السنجله عشان يا حبيبي بتتكلم في الفيزيكس، بتتكلم في الساينس. المفروض الاستابلايزيشن دايما 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 عندنا لازم يكون دبلت، يعني لازم يكون بيرنج ولا لا؟ تمام؟ طيب فانت دلوقتي هنا ده الماجنتيزم. طب اسالك سؤال، الالكتريستي دي فورم اوف انرجي، ماجنتيك دي انذر فورم اوف انرجي، طبقا للكلام اللي احنا قلناه قبل كده. مش ممكن احول من فورم تو انذر فورم؟ حلو جدا. طب انا دلوقتي ايه رايك لو جيت قلت لك انا هحول من الكتريك انرجي تو ماجنتيك انرجي؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. ده شابتر 2 عندنا. شابتر 2 يا صديقي بيتكلم عن حاجه اسمها الكترو ماجنتيزم. واحد قال لي مستر بالبساطه دي؟ والله يا ابني انت عندك بالنسبه لك شابتر 2 كله بيتكلم بيزيكلي يوميني على فكره واحده. هل ممكن الكتريك انرجي تتحول ماجنت انرجي؟ يعني هل ممكن نحول طاقه الكهرباء دي طاقه الماجنت؟ طب بتحصل ازاي؟ بتحصل ليه؟ بتعمل ايه؟ طب ايه الرولز بتاعتها؟ ايه بالنسبه لك القوانين؟ ايه المشاكل اللي بتواجهنا؟ طب ايه الابلكيشنز؟ يعني ازاي الكلام دوت في حياتنا احنا بنستفاد بيه كل يوم، سعادتك وحضرتك وانا وكلنا بنستفاد منه. تمام؟ تعرف ان في فكره الكتروماجنت دي طبقا في حياتنا كل يوم وانت بتستفاد منها. بتستفاد منها الموتور الالكتريك موتور الموجود عندك بالنسبه لك في موتور الميه، الكتريك موتور موجود عندك في الفان، موجود عندك في الغساله. الحاجات دي كلها كالكتريك موتور يا جماعه هي المفروض اساسا تعتبر ابلكيشن في حياتك او في حياتي على مين؟ على شابتر 2 الكتروماجنت، ان انا احول من الكتريك انرجي تو ماجنتيك انرجي. طيب بصوا بقى يا جماعه، اسالك سؤال بما يرضي الله وركز معايا. مش انا دلوقتي وانا بقول الكلام دوت من فورم اوف انرجي تو انذر فورم اوف انرجي؟ ما جاش في بالك لوهله كده او لدقيقه انت حولت الكتريستي ماجنتيزم؟ طب اشمعنى يعني ما حولش من ماجنتيك لالكتريستي؟ ما تجيش. طيب اللي انت بالنسبه لك تخيلته بديهيا ده عمله عالم عندنا اسمه مايكل فاراداي. مايكل فاراداي بالنسبه لك شاف هانز اورستد، ده عالم عندنا تاني، بيقول لك ممكن احول الكتريستي تو ماجنت. قال لك طب انا ممكن احول ماجنت تو الكتريستي. بديهيه يعني طبيعيه جدا. انت عملت بالنسبه لك من الكتريستي تو ماجنت، انا هعمل ماجنت تو مين؟ تو الكتريستي. اهو ده شابتر 3. انت متخيل؟ يعني انت عندك دلوقتي حرفيا شابتر 3 بيتكلم عن حاجه اسمها الكترو ماجنتيك اندكشن. تاني الكترو ماجنتيك اندكشن. وكلمه اندكشن بمعنى كلمه برودكشن، يعني هتعمل برودكشن للالكتريستي عن طريق الماجنت، هنطلع كهرباء باستخدام الماجنت. تمام؟ يبقى تاني تعال لخص الموضوع. انت عندك بسم الله توكلنا على الله كده. تمام؟ المنهج بتاعنا كسيلبس متقسم 2 بارتس. الجزء بالنسبه لك ايدك الشمال يونت 1، الجزء ايدك اليمين ده يونت مين؟ 2. يونت 1 بتكلم حاجه اسمها الكتريستي وماجنتيزم، واتكلمنا كلمه الكتريستي هي بتدرس دلوقتي البيهيفير بتاع الالكترونز. فلو الالكترون ثابته في مكانها اسمها ستاتيك الكتريستي، طب بتتحرك من بوينت تو انذر بوينت دايناميك الكتريستي. وده اللي هنشرحه بالتفصيل الممل في شابتر 1. شابتر 2 هل ممكن احول فورم الكتريك انرجي تو ماجنتيك فورم انرجي؟ اكيد. طب انا دلوقتي لما اعمل ده هيعمل لي شابتر 2 الكترو ماجنتيزم. طب انا دلوقتي هل ممكن اعمل العكس؟ اكيد. فده يبقى شابتر مين؟ 3 الكترو ماجنتيك اندكشن. تمام؟ طيب مين شابتر 4 ده يا صديقي؟ بص، الكهرباء عندك او الكهرباء عندي ليها بالنسبه لك 2 بيزك فورمز، ماشي؟ دي سي واي سي. طبعا الكلام دوت احنا فاكرينه من ميدل 3، تمام؟ ثالثه اعدادي كانوا الناس بيقولوا لنا كده، انت الكهرباء عندك يا صديقي بتقسم بالنسبه لك 2 فورمز اللي هي مين؟ اي سي كرنت ودي سي كرنت. واحد قال لي انا مش فاكر اللي انت بتقوله ده يا مستر خالص ومش جاي معايا سكه. طيب تعالى ارسم لك الجراف يمكن ربنا كده بالنسبه لك يساعدنا ونفتكر. تعالوا، حد فيكم فاكر يا جماعه الجراف ده؟ لما انت كنت بتبص على الكهرباء شبه ديت انت كنت بتلاقي ستريت لاين بدل ما اكس اكس يبقى دي كونستانت، صح؟ لو لقيت ان الكهرباء بتاعتك حرفيا كونستانت ماجنتيود وكونستانت دايركشن، يعني الماجنتيود هو والدايركشن هو بالبلدي منه، الكهرباء لا بتزيد ولا بتقل زي ما هي، الدايركشن ما بيتغيرش زي ما هي. يبقى لو انت لقيت الكترونز الاماونت اوف انرجي بتاعتها ثابته، ولقيتها بتتحرك مثلا من اليمين للشمال ومش هترجع العكس ومش هتغير الدايركشن بتاعها، يبقى انت بتتكلم على حاجه اسمها دي سي كارنت. طب ايه رايك
لو قلت ان الكهرباء دي بتغير الاماونت بتاعتها كل شويه، يا بتزيد يا بتقل، وكمان عندك بتغير الدايركشن يا دكتور، يبقى انا ساعتها هوصل لنوع من الكهرباء اسمه AC current او alternating current. وتعالى نمسك الكلمه نفصصها. alternating current، alternating جاي من كلمه alt، ولو انت بقى شاطر في الكمبيوتر فكلمه alt معناها change، محتاج على alt حاجه بتغير، صح اهي. يبقى انا دلوقتي كلمه alternating current يعني ده current بيعمل alt او بيعمل change للفاليو بتاعته وكمان للدايركشن، الاثنين مع بعض. تمام. فانا دلوقتي لو عندي كهرباء ثابته كرقم، ثابته كدايركشن دي سي، بتتغير عندك كرقم، بتغير الدايركشن يبقى اي سي ولا لا؟ تمام. واحد قال لي مستر طب في حياتنا ممكن نخلي الكلام دوت فيزيكس لايف ستايل؟ وده بقى الاهم بالنسبه لي. جماعه الكلام ده كمنهج مهم بالنسبه لك كامتحان صح، بس الاهم من المنهج ان انت تربطه بحياتك. جماعه بصوا، احنا بناخد العلم لنفسنا في الاول، بعد كده الامتحانات. تاني يا جماعه، احنا المقام الاول في العلم والهدف الاسمى ان انا استفاد منه شخصيا، استفاد منه في حياتي العمليه وافيد بيه غيري. تمام. وبعد كده بالنسبه لك الحمد لله يجي بقى الابلكيشن بتاع الامتحان. فانا لو ربطت الكلام ده بحياتي والله العظيم 3 عمره ما يتنسى من هنا، عمره بالنسبه لك ما يبقى صعب هنا. فانت قدامها هتلاقي الدنيا ثابته معاك. طيب يعني الكهرباء لو ثابته هنا، زي مثلا دلوقتي بستخدم كهرباء الباتري، البطاريات، لايك البطاريه مثلا اللي موجوده في الريموت، البطاريه اللي موجوده مثلا في العربيه، تمام، البطاريه اللي موجوده بالنسبه لك في الموبايل فون، اللابتوب، الكلام ده كله. كهرباء البطاريه نفسها دايما بتبقى كونستنت او دايركت ماجنتيود كونستنت دايركشن، يعني الفاليو بتاعتها ثابته كرقم، الدايركشن بتاعها ثابت از دايركشن. طيب لو جبنا بالنسبه لك حاجه اسمها الدينامو او الداينامو، والناس بقى اللي بتركب عجل هنا يا جماعه وهي صغيره بالنسبه لك وبتركب عجل، بتبقى عارفه ان في العجله اللي ورا بيبقى فيه جهاز صغنطوط كده لازق في العجله، كل ما العجله تتحرك بيطلع كهرباء صح؟ ممكن ننور بيه كشاف التوش. طبعا دلوقتي الاطفال الاشباح بيقوموا مركبين بالنسبه لك صباط اللي هي الصيني دي ويشغلوا مهرجانات ويفضلوا ايه، يروحوا بالنسبه لك يموجوا كده يمين وشمال صح؟ طيب حاجه شبه دي ازاي الكهرباء دي بتيجي؟ الحركه ديت تمام في وجود الماجنتيك فيلد بتطلع الكتريستي او بتطلع كهرباء ولا لا؟ تمام. فالدينامو يا جماعه يعتبر اصلا ابلكيشن في حياتي وفي حياتك على تشابتر 3. الدينامو او الداينامو اللي هو بالنسبه لك جنريتور او الترنيتور، طبعا يا جماعه كلنا عارفين تخفيف الاحمال في مصر. الجنريتور دوت هو بينتج كهرباء، فاصلا ابلكيشن انتاج الكهرباء عن طريق الماجنت ده اسمه دينامو. تاني يعني انا دلوقتي لو حولت الماجنتيزم او حركه بالبلدي جوه الماجنتيزم او جوه الماجنتيك فيلد لكهرباء، ده اسمه دينامو ولا لا؟ الدينامو ده بيطلع لي نوع من الكهرباء اسمها اي سي. الكهرباء دي بتغير ماجنتيود وبتغير دايركشن. وتعالى افهمك الرسمه اللي قدامك دي، لو حد شاطر ماثماتكس اسمها ساين كيرف. مستر انا ما بحبش الماس ولا يشغلك، تعالى معايا. خالتي انت عندك الجراف ده من زيرو صح؟ بصي معايا كده، خالتي وصل هنا الماكسيمم صح؟ اعلى بوينت ممكن. هنا تاني راجع ليه يا خالتي؟ زيرو. اخي في الله راجع هنا ماكسيمم بس في العكس، بعد راجع هنا تاني زيرو. انت لاحظت اللي انا قلته؟ يا شيخ زيرو ماكس زيرو ده تشينج. انا غيرت كلامي، انا من زيرو تو ماكس تو زيرو، يعني انا بغير الاماونت، بغير الفاليو، بغير الرقم بتاعي صح؟ فدي دي سي ولا اي سي؟ اي سي بالترنيت. تمام. ولو اخدت بالك هنا النص الاولاني كان فوق، النص الثاني بقى تحت، يبقى كمان بتغير دايركشن ولا لا؟ فهو اصلا الجراف بيشرح لي الكلام ده. انت هنا لو انت ثابت كاماونت رقم معين 5 5 5 5 5 لا بتزيد ولا بتقل، يبقى انت دي سي يعني دايركت. طب الدايركشن بتاعك برضو دايركت. طب لو انا دلوقتي بغير الاماونت بتاعتي كل شويه، بغير دايركشن كل شويه، يبقى انت هنا اي سي ولا لا؟ طبعا يا جماعه اي كهرباء بطاريه هي دي سي، اي كهرباء بالنسبه لك دينامو هي تعتبر اي سي. وطبعا هتشرح الكلام ده بالتفصيل عندنا في تشابتر 4، بيتكلم عن حاجه اسمها اي سي سيركتس او اي سي كارنت عندنا تشابتر 4. طيب يبقى تاني يا جماعه احنا بندردش مع بعض، انا الكلام ده بقوله بس از ران ثرو عشان افهمك المنهج بيتكلم عن ايه. على فكره هو الكلام دوت على فكره كل شابتر هيتشرح بالتفصيل الممل ده بالامانه، بس احنا بندردش مع بعضينا عشان نبقى عارفين هو المنهج بتاعنا اوله ايه واخره ايه، وتبقى عارف القصه وما فيها. عارف انت كانك بتتفرج على فيلم، عارف ان البطل في الاخر هيموت، يا عم روح بعيد ليه؟ مسلسلات محمد رمضان كلها معروف ان هو بالنسبه لك الراجل هيتظلم في النص وهيتجوز 4 وفي الاخر مش عارف هيقتل مين، هو هيموت. ما احنا عارفين القصه. طب بنتفرج ليه؟ عشان عايزين نعرف هتحصل ازاي ونتفاعل معاه في رمضان صح؟ مش ده اللي بيحصل معانا كلنا؟ نفس الكلام، انا عايز احرق لك المنهج فاهم؟ فانت من قبل ما تبتدي المنهج انا عارف هو بيتكلم عن ايه. سكه ودغري انت اخرك كذا فاهم؟ درجاتك بكذا درجاتك بكذا،
فانا لما اجي اذاكر ابقى فاهم ايه اللي جاي، ابقى انا متسيستم. فانت عندك بلان وعندك استراتيجي، فاهم ايه اللي جاي وايه اللي عليك. طيب يونت 2، وده بقى بالنسبه لنا يعتبر الجزء الثاني من المنهج او السيلبس، بيتكلم حاجه اسمها مودرن فيزيكس. وتعالى اقول لك يعني ايه كلمه مودرن فيزيكس بالتفصيل يا صديقي. احنا كفيزيكس انا معترف ان احنا ماده مش سالكه اطلاقا، تمام؟ وكل الناس على فكره يعني شئت ام ابيت، اعترفت او ما اعترفتش، كنا عارفين ان هي اصلها بالنسبه لك مفيش سلكان، يعني ماده لو سالكه ما كانتش بقت كده. طيب اساسا الساينتست بتوعها البدايه كانت من عندهم، هم نفسهم ما كانوا سالكين مع بعض. يعني تخيل انت مثلا الساينتست دول كانوا بيمسكوا على كل كبيره وصغيره ماشي ويعاركوا بعض. يعني جم كده في حاجه اسمها الكترومagnetic راديشنز، اللي هي مين يا مستر؟ تعرف تفتكر معايا في سينيور 2؟ الكترومagnetic راديشنز يا صديقي العزيز زي اللايت ويفز، زي المايكروويفز، زي التي في ويفز، الراديو ويفز، انفراريد، الترا فايولت، بلا 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 بلا، جاما ريز، اكس ريز. يا عم الحاجات دي كلها فاكرينها؟ كنا خدناها السنه اللي فاتت في ثانيه ثانوي. يا عم مش فاكر؟ تمام. اللايت بتاعنا، الضوء ده، اللمبه بتاعتنا دي بتطلع حاجه اسمها الكترومagnetic ويفز از ساينتفك اكسبريشن. فجم بالنسبه لك بيسالوا بعضيهم، واحد راح جاي كده بيقول لك هو الكترومagnetic راديشنز دي او الكترومagnetic ويفز تصنيفها ايه؟ هل هي ويفز ولا هل هي بارتكلز؟ فراح جاي التيم البديهي اللي هم الناس الكلاسيكال قال لك اسمها ايه؟ الكترومagnetic ويفز. ويفز هي اصلا ويفز، فخلاص خلصت. ده التيم البديهي. وده التيم الكلاسيكال اللي هم شايفين الموضوع بالنسبه هي كده يا صاحبي، هي مش محتاجه، انت بتحرق في ايه؟ فاهم؟ اسمها الكترومagnetic ويفز فهي اكيد ويفز، دماغك يا عم، تمام؟ وفي التيم بقى الثاني تيم الحناكه اللي هم بيحبوا يتحنيكوا في الموضوع، اللي هو بقول لك يا صاحبي هي ممكن ما تبقاش ويفز على فكره، ما تبقى بارتكلز على فكره ممكن. طب اثبت لي هي بارتكلز. عارف انت الناس اللي ايه، في ناس كده دايما محنكين في حياتنا يحبوا دايما ايه يزودوا التاتش بتاعه، اللي هو ممكن تبقى كده يعني مش ممكن ما تبقاش ويفز، انا مش عرفني انا ممكن تبقى بارتكلز، مش ممكن نجرب ان هي بارتكلز، تمام؟ وكان صاحب الاتجاه دوت كان عالم عندنا هو الجاد فوزر بتاع تاسيس علم المودرن فيزيكس، او بالافيه يعني بالهزار علم الحناكه في الفيزيكس، اللي هو يعتبر بالنسبه لك بيكتشف طبيعه الحاجه دي ايه. قال لك هي ممكن ما تبقاش اصلها ويفز، ممكن يبقى اصلها بارتكلز عندنا. طيب وماكس بلانك فعلا اكتشف سنه 1914 بالتجربه بالنسبه لك، او عن طريق بقى لما نيجي نشرح بالتفصيل ممل حاجه اسمها بلاك بادي راديشن، تمام؟ بالنسبه لك مشكله كانت بتقابلهم انهم مش لاقيين الشرح المناسب ليها، ففعلا بدا يقول لهم اكسبيرمنتلي ان دي بتتكون من بارتكلز. ودوت بقى الكلام لو انت تتفرج على حلقات الدحيح والكلام ده كله طبعا او الغندور هيقول لك ان انت الكترومagnetic ويفز بتتكون من سمول بارتكلز او سمول باكيتس اوف انرجي اسمها فوتونز او فوتونات بالعربي، صح؟ طيب الموضوع دوت فضل بالنسبه لك في جدال دايم. فاحنا بقى عندنا الفيزيكس مقسومه تيمين، تيم الكلاسيكال وده بالنسبه لك علم اللي هو بيشرح الحاجات اللي انت شايفها قدام عينك على طول وهي تصنيفها كده شرحها كده بديهيه جدا كده، تمام؟ اللي هو التيم بالنسبه لك البديهي. وفي التيم الثاني اللي هو بيبتدي يمسك كل حاجه ويفنطها ويفصص. هو انا مش لازم اكون شايف الحاجه اصلا عشان اشرحها، ما ممكن تبقى صغيره جدا جدا جدا، تمام؟ بس انا عايز اشرح الحاجه دي بتكون من ايه. طب ما تيجي نعمل تجارب يا صاحبي واكسبيرمنتس ونشوف اخرها ايه. يا عم مش ممكن لما نجرب نعرف. وحرفيا ده التيم بتاع بالنسبه لك المودرن فيزيكس، تمام؟ طبعا يا جماعه انا بنوه بس على حاجه بسيطه، انا اسمي مستر محمد ماضي اللي ما يعرفنيش، تمام؟ الحمد لله انا خبره في التيتشنج 10 سنين في اسكندريه طبعا مدرسه فيكتوريا كولج. انا بشرح الفيزيكس بطريقه الساركاستيك واي عشان ممكن في ناس طبعا تسمعني اول مره ممكن تكون مستغربه الطريقه نفسها. بص انا عارف ان الفيزيكس ماده تقيله وعارف ان هي نفخ لبعض الناس، فانا بحب ان الماده ما تبقاش نفخ وانا كمان ابقى نفخ، فبحاول الموضوع يبقى سمبليفاينج از ان احنا قاعدين مع بعض كاننا قاعده مع بعض بندردش فالموضوع خلص، فاهم قصدي؟ فهي بسيطه وسهله ومش مستاهله وباذن الله تبقى بسيطه معاك، تمام؟ فاحنا ركز في الافات اللي بتتقال، هي افات الحمد لله مدروسه جدا، فركز في اللي ورا الافيه لان ده اصل المعلومه. تاني يا جماعه انا بساركازم الفيزيكس، ماشي؟ فكل حاجه في الهزار ركز في الباك اب اللي وراها، ده معناه ايه؟ عشان دي اصل المعلومه فعلا. لو جيت دورت ان شاء الله في المراجع او دورت في الكتب هتلاقي هي دي فعلا الحته هتميزك او هتفهمك الموضوع. تاني يبقى انا المودرن فيزيكس هو يعتبر العلم اللي بيشرح اصل الحاجه في حياتنا ايه، ممكن ما بقاش شايفها على فكره، ممكن تبقى حاجات فيري ميني بارتكلز، تمام؟ شبه الاتومز والكلام ده كله انت مش بتشوفها اصلا بعينك بس بتشرحها. بتشرح حاجات بعيده جدا عنك زي الاستروفيزيكس مثلا علم الفضاء، تمام؟ او علم الفلك، حاجات شبه كده. انت بتشرح حاجات مش بتشوفها كل يوم في حياتك اليوميه بعينك المجرده باي نيكد اي، بس انا بعمل تجارب اكسبيرمنتس عامه وابتدي بالنسبه لك اريليت عن طريق كونكلوجنز والاوبزرفيشنز. الكلام ده معناه ايه؟ بيوصل لايه؟ مفهومه ايه؟
قشطه. طيب المودرن فيزيكس على فكره المؤسس بتاعه واللي يعتبر جاد فازر فيه هو ماكس بلانك، وده الحائز على جائزه نوبل سنه 1918 عن طريق بالنسبه لك ان هو شرح حاجه اسمها بلاك بودي راديشن. ده هنشرحه طبعا في شابتر 5 ان شاء الله بالتفصيل ممل. وبعد كده كمل على كلامه عالم طبعا اينشتاين واللي كلنا عارفينه، وفاز بالنسبه لك بجائزه نوبل سنه 1921 از ورك فانكشن. والكلام دوت هنا هناخده في تشابتر 5 بالتفصيل ممل باذن الله از انترو في المودرن فيزيكس، وكمل لي عليها حاجه اسمها ديول نيتشر. طيب مبدئيا يا جماعه احنا اتسحلنا شويه في كلام كده، تعالى نرجع نعمل الموضوع. تشابتر 5 بيزيكلي اميلي بيدردش معانا في المنهج يعني ايه مودرن فيزيكس اللي احنا لسه سامعينها او لسه قارينها النهارده دي، وبيتكلم معاك ان الكترومagnetic ويفز في الاخر خالص لا هي ويفز ولا هي بارتكلز، ده هما الاثنين مع بعض. تمام. وعلى فكره الكلام ده انت سمعت شبهه تمام في سينيور 2 ان الالكترونز يا صديقي العزيز في الكيمستري هي تعتبر بارتكل عندها ماس وعندها فيلوسيتي تمام، بتتحرك ولا لا تمام، وعندها مومنتوم. طب وهي بتتحرك بتطلع ويفز، فالراجل قال لك بص بقى دي براولي قال لك اي بارتكل بيتحرك بسرعه بيطلع ويفز، فراح جايين هم عاكسين في الموديل قال لك خلاص يا جماعه يبقى انت بالنسبه لك اي ويف ممكن تكون بيكون بارتكلز ولا لا، وده اللي قاله ماكس بلانك. يبقى تاني عشان تبقى انت فاهم الموضوع يا صديقي، احنا معظم الفيزيكس بالامانه لو جيت بصيت لها من منظور بالنسبه لك از كوميك هي ناس بتدس بعض بالبلدي، ناس بيندبوا بعض تمام. يعني انت عندك هنا مثلا شابتر 2 دوت هانز اورستد، وده العالم بالنسبه لك اللي اكتشف ان الالكتريك انرجي ممكن نحولها لماجنتيك انرجي وعملها شابتر كامل فاهم. فجاي واحد تاني بيدسه اللي هو مين بقى اللي هو مثلا مايكل فاراداي، فقال لك يا صاحبي طب ما انا ممكن اخلي الماجنت يطلع كهرباء فاهم. فحرفيا دول مثلا 2 تشابترز عندك في المنهج. طب انت عندك هنا شابتر 5 ده حرفيا السين بيولع معانا. انت متخيل اتنين تيمز مثلا كلاسيكال ومودرن بيتاتش مع بعض وبيشوفوا بالنسبه لك اصل الحاجه ايه، فبنوصل في الاخر ان هي لا ويفز بس ولا هي بارتكلز بس، ده هما الاثنين مع بعض بيعمل لك electromagnetic radiations as a light, microwaves, TV waves and so on. طيب صديقي شابتر 6 بيتكلم عن ايه؟ بصوا يا جماعه شابتر 6 عندنا هتحس دلوقتي الوهله الاولى ان الكلام اللي انا بقوله دوت هو دخل في سكه الكيمستري، وده اللي كنت لسه بقول لك عليه في اول حصه لو انت فاكر ماشي، ان انت عندك الطبيعه نفسها بتتكون من ايه as a components it's a chemistry، بتلايف ستايل ايه او بتتعامل ازاي في حياتنا it's a physics. وانا ما ينفعش اشرح بالنسبه لك behavior بتاع الحاجه من غير ما اشرح الكومبوننت بتاعها. جماعه المودرن فيزيكس وده على فكره بالمناسبه بيمثل تلت المنهج عندنا، هو يعتبر برانش مهم جدا بيربط الفيزيكس مع الكيمستري واللي ممكن نقول عليه فيزيكال كيمستري. انت يا باشا لو فهمت الكلام دوت من اصل الكيمستري انت بالنسبه لك خلاص مقتنع بيه مليون المية في الفيزيكس. تاني يا جماعه عشان المودرن للاسف في ناس كتير بتاخدها از حفظ which is not perfect مش efficient ومش هيكمل معاك المعلومه لان انت هتنسى كتير. لان خلي بالك في المودرن الكلام النظري كتير وهم دايما في ثانويه عامه بيلعبوا بالسهل الممتنع، اللي هو انا اجيب لك المعلومه اللي هي انت شايفها سهله اهي بس اسالك في تفصيله اللي هو انت ياه يا مستر انا نسيتها مش فاكرها فاهم. هي دي المهم، حاجات شبه كده دي تفرق معاك خلي بالك. فانا دلوقتي انت عندك هنا هتحس في اليونت 2 في المنهج بتاعنا كمودرن فيزيكس هي بتربط الفيزيكس مع الكيمستري قوي. نعم نروح بعيد ليه؟ شابتر 6 كام عندنا عن بورز اتوميك موديل. هتقول لي يا مستر انا فاكر الكلام ده من ثانيه في الكيمستري الترم الاولاني لما جه قال لك ان اتوم كلمتين اي يعني نو وتوم يعني ديفيجن، فكلمه اتوم اللي هي نو ديفيجن بارتيكل وده قال ديموكريتيوس صح. بعد كده جاء بالنسبه لك الهبد الاعظم ارسطو وقال لك يا جماعه انتوا بتهبدوا ليه؟ كل في الدنيا دوت متكون من 4 كومبوننتس، الاير الفاير الدست وعندك بالنسبه لك مين؟ الويند، اللي هو ال4 كومبوننتس دول نسبتهم بتتغير سكه ودغري فبيغير لك بالنسبه لك الايه؟ الميتال دوت يبقى ميتال تاني وهبد اكبر بكتير وخلى الناس كلها تطمع فيه. قال لك احنا ممكن نحول الحديد لذهب عن طريق نغير نسبه ال4 كومبوننتس مع بعض. يا سلام. فكل واحد بقى طماع في حياته، بص انا عندي حته حديده قد كده، ايه رايك بقى الحديد ده كله نخترع طريقه نخليها جولد فنبقى من اغنى اغنيائه. طبعا ده بلح ليه؟ لان الحديد هيفضل حديد. طبعا يا جماعه اللي فرقهم في الكلام ده كله جه بعد كده عالم اسمه بويل فاهم، قال لهم يا جماعه ربنا خلق كل اليمنت تمام مميز بذاته ليه بروبرتيز بتاعته از فيزيكال واز كيمستري، يعني هو طبيعيا ليه شكل كذا ولون كذا ملمس تكتشر كذا مثلا وبيتفاعل كذا، فده حاجه وده حاجه، يعني الجولد حاجه والايرن حاجه يعني تمام، دي حاجه ودي حاجه. طبعا هو اول ما قال الكلام ده الناس كلها يا عم انت بتقول ايه ده ارسطوطل اللي قال الكلام ده، فين وفين بعد كده دالتون راح جاي اثبت بقى ان انت في الاتوم دي
عباره عن حاجه شبه كور البلياردو كده سكه ودغري، تمام، حاجه سوليد، بعدين راح جاي بعديها رازرفورد، بعدين راح جاي بور. وبور هنا يا جماعه كلام مهم. بور في الموديل بتاعه لو انت فاكر خد 3 اسامبشنز من رازرفورد وزود 3. حد قال لي ايوه 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 فاكر، بس الاتوم اللي هي بتتكون بالنسبه لك من نيوكليس في السنتر وحواليها انرجي ليفلز فيها الكترون، صح؟ ده صح اللي بور قاله. بور يا جماعه هو اللي قال ان الالكترونز بتروتيت اراوند ذا نيوكليس جوه الاتوم في حاجه اسمها انرجي ليفلز. لا خد الكبيره بقى، ده كلام الكيمستري. كلامنا احنا ايه بقى في الفيزيكس؟ باشا بور عمل لنا ايكويشن تحسب الاماونت اوف انرجي، الكوانتا اوف انرجي، الكميه بتاعت الانرجي لكل الكترون موجود في انهي انرجي ليفل. تعال نبسطها. مش انت بالنسبه لك عندك حاجه اسمها كلم نوبك كي او الانرجي ليفل، ال تاني انرجي ليفل، ام ان او بي كيو، صح يا صديقي؟ حلو قوي. كل الكترون من دول اللي موجود في الكي هل عنده نفس الاماونت بتاعت ال ام ان او بي سو اون؟ اكيد مختلفه، صح؟ طب ما تيجي نحسبها. ده مين؟ ده بور. فاحنا عندنا هنا بقى وجهه النظر بتاعتنا في المنهج هو هيتكلم على بور كوانتم اوف انرجي، كميه الطاقه بتاعتك الالكترون ده جوه الانرجي ليفل بكام. طب بص يا عم، مش انت عارف ان الالكترون دوت ممكن يجي من هاير انرجي ليفل تو لور انرجي ليفل؟ يعني ممكن يسيب المكان اللي فوق ينزل المكان اللي تحت. فلما يجي من الهاير تو لور، الجاب دي، الديفرنس ده، الفرق ما بين التو انرجيز دول للانرجي ليفل الاولاني والانرجي ليفل الثاني، بيتحول لايه؟ قال لك بيتحول لكميه انرجي، كوانتم اوف انرجي بتطلع لي فوتون. الفوتون ده ممكن يبقى بالنسبه لك تي في ويفز، راديو ويفز، مايكرو ويفز، انفراريد، عندك فيزيبل لايت ريد او اورنج او يلو او جرين او بلو او انديجو او فايلت اللي هو روج بيف، الترا فايلت، اكس رايز، جاما رايز اند سو اون. اوبا مستر، انت قصدك تقول ان اصلا كلام بورز موديل ده هيوصلني للاوريجينيشن او النشأه او بالبلدي الستارتنج بوينت بتاعت كل حاجه من الكترومagnetic راديشن جت منين؟ هنا يا جماعه تشابتر 6 هنا هيشرح لك او هيشرح لي او هيشرح لنا كلنا كبشر هي اساسا الكترومagnetic راديشنز جت منين؟ يعني ايه الاوريجينيشن وبدايتها اصلا؟ تمام؟ في حاجه شبه دي مهمه جدا زي ما بيقول. طيب شابتر 7 بيتكلم حاجه اسمها الليزر. حد قال لي ايوه بقى مستر بقى، ايوه بقى الحاجات الحلوه بقى. الليزر ده اللي احنا كنا بنزود بيه القطط زمان واحنا صغيرين والكلاب، تمام؟ او بنزود بيه صحابنا، او في الماتشات بتاعت الكوره لما نجيب ليزر اخضر في عين الحارس، صح؟ او جه ليزر في عين صلاح لو انتوا فاكرين في ماتش السنغال وشاط البلانتي بره وحاجات شبه كده. طيب انا عايز اقول لك على حاجه بس. كلمه ليزر، تمام، هي اختصار ل5 كلمات. والله العظيم زي ما بقول لك كده. يعني ليزر دي ال فور لايت، اي فور امبليفايد، اس ستيميليتد، اي ايميشن، ار راديشن. يعني انت متخيل ان شابتر 7 المفروض كان يبقى اسمه بي دي اف كبير كده، لايت امبليفايد ستيميليتد ايميشن راديشن. هتقول لي شكرا يا مستر، انا مش عايز افهمه خلاص، يولع، فاهم؟ ده هو اصلا اسمه بي دي اف، متخيل الشرح فيه بقى عامل ازاي؟ بس انا عايز اقول لك على حاجه، ده الشابتر الكيوت اللي بيطبطب علينا كلنا. ده بيزيكلي او مينلي شابتر بيخلص ان شاء الله في حصه، فهتلاقي الدنيا بسيطه وسهله، وعلمك طريقه الليزر في البيت بدون روت احبابي في الله، ازاي تعمل ليزر وازاي بالنسبه لك يبقى عندك انواع الليزر والكلام ده كله. والاهم من كل ده الابلكيشنز بتاعت الليزر. بنستخدم الليزر في حياتنا اليوميه في ايه؟ انت عندك دلوقتي كاتنج ويلدنج ميتالز، يعني تقطع الميتالز بشكل بالنسبه لك فيري اكيوريت، وعندك تلحم الميتالز بشكل فيري بالنسبه لك سبيسيفيك. عندك ممكن دلوقتي تعمل بيه عمليات جراحيه سيرجري بدون بالنسبه لك تدخل جراحي، من غير ما تفتح في جسم المريض، اللي هي عمليات المنظار والليزر والكلام ده كله. طبعا ربنا يشفي في كل مريض يا رب. الحاجات دي طبعا بتشارك جدا في الطب. عندك غير كده الحاجات دي برده ممكن تخش في حاجه اسمها الهولوجرام. لو انتوا حد فيكم كتب دلوقتي على اليوتيوب بعد الفيديو، طبعا ما تقفلش الفيديو انا شايفك، ما تقفلش الفيديو انا شايفك، اكتبي كلمه هولوجرام هيظهر لك ابلكيشنز في غايه الروعه. انت متخيل يا مؤمن ان هم عملوا حفله لمايكل جاكسون بعد ما مات؟ بس جابوه من التربه يعني، عملوا هولوجرام. هولوجرام هي تقنيه التصوير 3D ايميجينج، تصوير صوره حرفيا ثلاثيه الابعاد كان شخص قدامك تيبيكال. عملوا حفله ام كلثوم حرفيا في دبي يا جماعه عن طريق تقنيه الهولوجرام. يعني تخيل الست تبقى ميته، تمام، وشغاله ذنوب جاريه عندها، طلعوها حرفيا في حفله وهي الست ميته وماسكه المنديل بتاعها وبتغني وعادي بتدندن، فاهم قصدي؟ وكانها ام كلثوم قدامك، تمام. في دبي مثلا عاملين حاجه زو اللي هي حرفيا حديقه حيوان كلها هولوجرام، هي كلها مفيش حيوانات بجد، بس تخش كانك شايف الديناصور حواليك وعندك الفيل وعندك كذا، كل ده موجود. ودور هتلاقي الحاجات دي قدامك. طيب فالليزر بيعمل الحاجات دي كلها وزياده طبعا عن كده، هنشرحها بالتفصيل ان شاء الله في شابتر 7. شابتر 8 بيتكلم عن حاجه اسمها مودرن الكترونكس.
تاني مودرن الكترونكس. وكلمه مودرن الكترونكس يا جماعه احنا كنا دلوقتي معانا طبعا حاجات كلها في غايه التقدم زي الموبايل فون، زي البي سي، لابتوب، الحاجات دي كلها. لو جيت ركزت في اي حاجه من دول هتلاقي عندها بورده، صح؟ البورده اللي جوه دي او المذر بورد زي ما بيقولوا يعني بتكون من حاجات فيري مينيوت بارتكلز اسمها المودرن الكترونكس، زي بقى البي ان جانكشن، زي الدايت، زي الترانزستور، زي اللوجيك جيتس، زي كذا زي كذا. وده حالا بقى هنكتشفه مع بعض في شابتر 8. يبقى تاني يا جماعه احنا بالبلدي بنتكلم كده ان المنهج بتاعنا ان شاء الله في ثالثه هو قمه في الامتاع. ده بالامانه انت عندك بيتكلم بيزيكلي او مينلي المنهج بتاعنا 2 يونتس. يونت نمبر 1 ودي اسمها الكتريستي اند ماجنتيزم. بالمناسبه يا جماعه توزيعه الدرجات بتاعتها بتمثل 67% يعني بالبلدي 67% من درجاتك ان شاء الله في ثالثه ثانوي السنه دي، تلتين المنهج يا شباب، تمام؟ حرفيا على يونت 1. طيب وعندك يونت 2 مودرن فيزيكس دي بتمثل 33% يعني تلت المنهج او تلت الدرجات بتاعتك ان شاء الله على يونت نمبر 2 او مودرن فيزيكس. طيب تعال اقول لك نصيب الدرجات بتاعنا ايه وماشي ازاي. احنا طبعا امتحاننا بالنسبه لنا دايما يا صديقي بيبقى 60 درجه. يعني احنا عندنا الفيزيكس طبعا من المواد الموجوده في العلم الرياضه والعلم العلوم بتقسم 60 درجه. ال 60 درجه دول يا صديقي ليهم تقسيمه. التقسيمه كالاتي: ان يونت نمبر 1 نصيبه عندنا 42 درجه، والكلام ده مهم جدا يا شباب، كله يركز معايا فيه. الله يبارك لك، الله يبارك لك خالتي، اخي في الله، اختي في الله، ركزي معايا. انت عندك ال 60 درجه بتقسموا 42 ماركس يعني ازيد من التلتين بحاجه بسيطه، تمام؟ يونت 1. وعندك 18 ماركس 18 درجه صديقي العزيز يونت نمبر 2. يبقى تاني انت عندك بالنسبه لك هنا 42 ماركس يونت نمبر 1، 18 ماركس يونت نمبر 2. طب انا بقول الكلام ده يا جماعه، الكلام دوت على فكره هو بناء على الاحصائيات اللي تمت اخر سنتين ثانويه عامه بالبلدي منه من 2022 ثانويه عامه، 2023 الامتحان اللي فات وكان عليه جدل ولغط كتير، كان فيه غلطات في الامتحان طبعا، الامتحان كان طويل. فانا بقول لك الاحصائيات بتاعت نصيب كل جزء من المنهج بقد ايه درجات، عشان وانت بتذاكر انت بتذاكر تبقى عارف حرفيا الكلام دوت بكام درجه في الامتحان، وده هيفهمك قيمه الكلام ده. فانا دلوقتي عندي يونت زي نمبر 1 ده 42 درجه من 60، انت متخيل؟ ده تلتين المنهج. يونت نمبر 2 دوت 18 درجه من المنهج. طيب تقسيمتهم ايه؟ شابتر نمبر 1 بيتقسم بيزيكلي او مينلي 8 ماركس، 8 درجات يا جماعه. يعني كهرباء، وبيتكلم على الكهرباء بتعمل ايه في حياتنا وعباره عن ايه والمسائل بتاعتها وبلا بلا بلا، ده كله ب 8 درجات في الامتحان ان شاء الله من 60. طيب عندك بعد كده شابتر 2 بيتكلم بالظبط في 12 درجه، 12 ماركس، تمام؟ عندك شابتر نمبر 3 بيتكلم عندي 14 ماركس، 14 درجه يا صديقي، 14 درجه يا خالتي، ركزي معايا وما تنامش ها. وعندك شابتر نمبر 4 الاي سي ده بيتكلم على 8 ماركس او 8 درجات يا صديقي. يبقى انت عندك بص لو جينا بصينا بيزيكلي او مينلي كده 8 ماركس شابتر 1، 12 ماركس شابتر 2، 14 ماركس شابتر 3، 8 ماركس شابتر نمبر 4. لما تيجي تجمعها كالكليتر دلوقتي، طب وليه نروح بعيد؟ ما تيجي نجمعها مع بعضينا. اها كالكليتر فين اهي، يلا بينا عشان تصدقني يا عم. 8 بلس، بس انا مصدقك يا عم، ماشي. 12 بلس 14 بلس 8 ايكواليتي 42 ماركس ولا 42 درجه تيبيكال قدامك، تمام؟ طبعا دلوقتي فاضل 12 درجه هنشرحهم بقى بيتقسموا ازاي عندنا هناك. طيب 18 درجه يا جماعه في المودرن بيزيكلي او مينلي نصيب بالنسبه لك شابتر نمبر 5 النصيب الاكبر، ودوت بيمثل 7 ماركس. انت متخيل 7 درجات حرفيا في تشابتر نمبر 5 لوحده من ال 18، لان ده بيشرح العركه. ده بجد يا جماعه بنسميه شابتر العركه عندنا، وهتلاقي ان هم الساينتست عندنا بيتعاركوا كل ما حد بالنسبه لك مثلا مودرن يقول حاجه فالكلاسيكال نط له فيها، فالموضوع هيبقى فيه بالنسبه لك ايوه السين هيولع سكه ودغري. طيب شابتر نمبر 6 يا جماعه وده نصيبه عندنا 4 ماركس، 4 درجات. طبعا يا جماعه الدرجات دي كلها من 60 مارك بتاعتنا. عندك الليزر بتاعنا ودوت بيتقسم 3 ماركس، وده اصغر نصيب فيهم كلهم لان هو طبعا شابتر بيخلص في حصه، حاجه صغننه جدا. تعال نطلع فوق اهو. وعندك شابتر نمبر 8 ده نصيبه 4 ماركس. طبعا يا جماعه لما نيجي نوزع الكلام ده كله هتلاقيه بالنسبه لك بقى 18 درجه، فيبقى 18 بلس 42 هيدينا بيزيكلي او مينلي كله 60 درجه ولا لا؟ طبعا يا جماعه الكلام ده كله هو يعتبر احنا دردشنا مع بعض في المنهج بيتكلم عن ايه؟
شابتر بالنسبه لك 1 و2 و3 و4 اللي هم يونت 1، شابتر 5 6 7 8 اللي يونت 2، ونصيب درجات كل واحد فيهم عباره عن ايه. انا هطلع لك بره البورد عشان يا صديقي او صديقتي لو حبيتي دلوقتي تكتبي بالنسبه لك الكلام دوت بايديكي، تمام، او تاخديه سكرين شوت من الفيديو بتاعنا طبعا، يبقى انت فاهم التقسيمه بتاعتك عباره عن ايه. انا اعذرني ممكن يكون الخط مش الطف حاجه، معلش، بس انا عايز اوصل لك المعلومه، تمام. ممكن نحاول نبقى نعمل لك ليها بي دي اف برده بشكل الطف شويه لو انت عايز تاخدها سكرين شوت خدها، تمام. وتعالى بقى نتكلم في المشاكل بتاعتنا. بص يا صديقي، خلينا صراحه مع بعضينا. احنا ان شاء الله تعالى باذن الله دي الشانل بتاعتنا على اليوتيوب هنشرح فيها منهج الفيزيكس كامل 2025 2026 باذن الله، ثانويه عامه فيزيكس لغات اللي هي فيزياء لغات يعني. طيب انا عايز الناس بعد اذنك لو انت بالنسبه لك بتتابعنا اول مره ممكن تعمل يعني سبسكرايب، فعل زر الجرس يوصل كل جديد، اعمل لايك وشير وعندك كومنت، يا ريت بالنسبه لك دعمنا بقوه لان الريتش واقع، تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه ان شاء الله يكون يا رب الفيديو دوت مفيد ليك وباذن الله يفيدك اكتر وينفع بيك. انت عندك هنا الجزء اللي جاي ده الجزء الاهم، احنا كان بالنسبه لنا اللي فات تسخين واللي جاي الله المعين. انت عندك دلوقتي البيزكس، دي المشاكل اللي بتواجهك. يعني ممكن نعمل هاشتاج كده المشاكل بتاعتنا ايه. طيب مشاكل الفيزيكس عندنا هي بتتقسم لاربعه. طيب معظم الناس يا جماعه بتلخص الكلام ده كله في جمله واحده، مستر باجي احل ما بعرفش احل. انت فاهم يعني؟ انا الفيزيكس بالنسبه لي شبه الكبده بتاعت الشارع، تمام. اجي اكلها بره طعمها حلو قوي، ماما تيجي تعملها في البيت ما بتتاكلش، فاهم؟ فانت نفس الكلام، الفيزياء معاك حلوه جدا، اجي اروح البيت بلدي، كلب بلدي، ما بعرفش احل للاسف. طب ايه المشكله بقى؟ تعال اما اقول لك. جماعه المشكله حرفيا في 4 حاجات، لو سعادتك او حضرتك فهمتيهم والله 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 انت بقيت جيم ماستر. جماعه انا هقلبك دلوقتي ان شاء الله، بدل ما انت جيمر بتلعب الفيزيكس انت هتجيم ماستر بقى. انت حرفيا هتبقى انت اللعيب اللي بيأسس اللعبه وبيلعبها ويشوف ممكن تبقى ازاي كمان اصعب. تاني تعال نبقى جيم ماسترز. البيزكس دي هي المشاكل اللي بتواجهك في الحل، وانا قسمتهم 4 حاجات ودول ال4 سوليوشنز. اول سوليوشن فيهم خالص، بسم الله توكلنا على الله كده، تمام، حاجه اسمها الرولز. طبعا كل واحده من دول هنشرحها بالتفصيل ممل، الرولز. تاني حاجه عندنا حاجه اسمها الريليشنز. يا جماعه على فكره الكلام دوت هو مش كلام مرسل، لان في معظم الناس للاسف بتتعامل مع الفيزيكس يا مستر كل دي قوانين في الفيزياء، قوانين كتير جدا. فانا عايز اعلمك بس هتايه وتركايه كده، تمام، حته كده جيم ماستر، ان انت ازاي تتعامل مع القوانين صح. وانت لو فهمت الكونسبت ده كويس جدا هتلاقي نفسك ان الموضوع كله ممكن يتلخص بالنسبه لك في كام قانون اساسي ونفرع منهم شجره الفيزيكس كلها كامله. بالبلد يا جماعه، لو احنا شبهنا ان المنهج الفيزيكس بتاع ثانويه عامه لايك شجره كبيره جدا، تمام، فاحنا الشجره دي طلعت من بذره، صح؟ انا هديك البذره فانت تزرعها، تمام، ان شاء الله تطرح معاك الشجره يطرح معاك المنهج كله، وهعمل لك بقى مايند مابس وهدلعك، ما تقلقش، في منافستوهات جايه هتلم لك المنهج كله. فانا عايزك تعمل ازاي مع الرول صح عشان ما تذاكرش كتير، تبقى فاهم اكتر، تلعب اكتر، الموضوع يبقى ممتع اكتر. تاني حاجه الريليشنز، وده على فكره بيزك مهم جدا يا جماعه. اي مساله ريشيو انت ممكن تماستر الجيم بتاعها عن طريق ريليشنز. بالبلدي منه يا جماعه، انت عندك بالظبط رينج تقريبا 13 15 درجه السنه اللي فاتت في امتحان ثانويه عامه اللي هو 2024 دوت سوري اللي فات. انت متخيل حرفيا ان الموضوع كان بيلعب في حته الريشيوز بس، تمام، اللي هو بالنسبه لك حصل ده زود الدبل ده مثلا قال ربع ده يبقى كام؟ هل هي دبل ولا كونستنت ولا هافد ولا 4 تايمز؟ عارفين الاسئله دي؟ تمام. فدي لو بتزاولك فالعلاج بتاعها ان شاء الله في حته الريليشن اللي بتحل مسائل الريشيو كلها، ودي عليها مسائل كتير جدا 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 عندنا في المنهج. فانت لو مسترت الحته دي معايا اللي بعده عندك بالنسبه لك الجرافس، وده البيزك نمبر 3. وعندك اخر حاجه الكونفرجن اوف يونتس، تحويله اليونتس بتاعتي، ازاي احول من حاجه لحاجه ثانيه. طبعا يا جماعه الحاجات دي اساسيات عندنا. ليه؟ لان انت دلوقتي لو فكرت معايا يا صديقي، حابين نقعد مع بعض على نفس الترابيزه ونعمل امتحان نرازي بيه طلبه ثانويه عامه ان شاء الله 2025. واحد قال له مستر ربنا يكحمك حبيبي، ربنا يبارك لك، تسلم. حاجه شبه دي لو انت حبيت ترازي طالب ثانويه عامه في سؤال، يا هتبنيه على البيزك بتاع الرولز، يا ريليشنز، يا الجرافس، يا الكونفرجن اوف يونتس، يا اما تمكس 2 مع بعض، فمثلا رولز مع جرافس، يا اما ريشيوز مع مثلا فاهم انت كونفرجن اوف يونتس، يا اما تمكس 3 مع بعض، يبقى مثلا رولز وريليشنز وجرافس مع بعض. عندك مثلا رولز وريليشنز وكونفرجن اوف يونتس مع بعض، يا اما تحط ال4 مع بعض. بالبلد يا جماعه دي افكار اللي بيماستر الجيم او بيحط بالنسبه لك الاسئله بيبنيها على ايه.
فتعال نفهم كل واحد فيهم بالتفصيل ممل. بسم الله توكلنا على الله كده، نسخن. ورقه وقلم معايا يا صديقي واكتب ورايا. انا عايزك حرفيا الفيديو لو انت بتعمله تايمز 2 الحته دي مهمه جدا، اعمله تايمز 1. ماشي؟ ورقه وقلم ورايا، تمام؟ كوبايه الميه جنبك، كوبايه النسكافيه، واكتب ورايا بالنسبه لك. بس وانت بتكتب وساعتك بتكتبي بتعملي بوز للحصه عشان ما تفوتكيش تفصيله مهمه. فانا دلوقتي هنا الرولز بتاعتي، القوانين لايك جماعه، القوانين اللي هتعمل معاها دلوقتي تنويه بسيط، هي كلها قوانين ثالثه ثانوي ان شاء الله هتاخدها السنه دي. قشطه؟ بس انا هدرسها از سيمبلز، يعني كانها سيمبلز بس. يعني مثلا عندنا قانون اللي هو تشابتر 1 في ايكوال ري. يعني انت متخيل ان تشابتر 1 القانون البيزك بتاعه والاشهر اطلاق قانون اومز لو، الفي ايكوال ري. انا مش عايزك تفهم يعني ايه دلوقتي اومز لو، مش عايزك تفهم يعني ايه الفي وايه الار وايه الاي، انا عايزك تتعامل بمنتهى البساطه والسمبلستي. اي قانون عندك فيزيكس، كيمستري، ماثماتكس، اي قانون في حته في الدنيا هو عباره عن مجموعه ليترز او سيمبلز مع بعض، صح؟ حلو، تمام. هل القانون ده يا جماعه قانون في بس؟ ار بس؟ اي بس؟ لا، كل قانون عندنا هو مجموعه من الليترز ومجموعه من السيمبلز. بالبلد يا شباب ممكن يبقى قانون للفي او للار او للاي. فتعالى كده نقول حته مهمه. كل قانون عندك، كل قانون عندك، كل قانون عندي هو عدد الافكار اللي ممكن تيجي في الاسئله بتاعت الامتحانات هو عدد الليترز. فلو قانون فيه 3 ليترز يبقى انت عندك 3 افكار جنرال. عندي قانون فيه 5 ليترز يبقى عندك 5 افكار جنرال. لان يا جماعه الفيزيكس ما بتتذاكرش قوانين، دي الغلطه. الفيزيكس بتذاكر افكار. فانت لو ذاكرت الفكره العب يا بيه. تاني يا جماعه انا عايزك توصل لحته معايا دلوقتي ان احنا بنلعب، احنا بنسطب سيستم. على فكره مش طالب منك تفهم السيستم دوت من اول مره بيرفكت. انت فهمت الكلام اللي قلته النهارده بنسبه 30%، انا كمودي مرضي. للحصه اللي بعدها هتبقى بالنسبه لك 40%، 60%، 70%، بوم بوم بوم. ان شاء الله هنقفل ونجيب الفول مارك ان شاء الله. تاني، يبقى انت دلوقتي عندك قانون في بتساوي ري، صح؟ هل القانون ده قانون في بس، ار بس، اي بس؟ اكيد لا. طب لو حبيتي تجيب الفي، ما هو. طب لو حبيت تجيب الار، تعالى بقى. الحاجه اللي نفسك فيها بروزها. تاني، اللي نفسك فيه بروزه. انا عايز اجيب الار، بروزتها. خليها في سايد لوحدها مع الايكوال. بالبلدي خلي الار مع الايكوال لوحدها، واللي عندك زياده عندي زياده عندك زياده، يغير السايد يغير السايد. هيقول لي ستوب، لا لا لا، تاني الحته دي تاني. انا القانون ده قدامي فيه 3 لترز، تمام؟ فكك بقى من طريقه الماجيكال تريانجل. انا اسف يا صديقي، اسف يا صديقتي لو انت بتعملي ماجيكال تريانجل، لو انا بحط ايدي على اللي انا عايزه فوق بعض بالنسبه لك يبقى ديفايد، جنب بعض بيضربوا بعض يبقى تايمز. دي طريقه بالنسبه لك سو كيوت، اخيرا ثالثه اعدادي يا كبير. ما ينفعش تخش هندسه وطب وتيجي تقول لهم انا بحط ايدي على ده فبجيب ده على ده يبقى ديفايدد، جنب بعض بيضربوا بعض مش طايقين بعض يبقى تايمز. هيضحكوا علينا. تعالى نتعلم الطريقه العلميه الصح اللي تكمل معاك لحد ان شاء الله 7 طب او 5 هندسه. الحاجه نفسك تجيبها هتخليها في سايد لوحدها مع الايكوال. الزياده اللي مزولاك ارميها السايد اللي هناك. يعني انا عايز اجيب الار، الاي دي ايه؟ هل موجوده زياده بلس، ماينس، تايمز، ديفايدد ولا ايه؟ فعلا مش مكتوب جنبها حاجه، بدل بالتايمز يبقى اللي غير سايد يغير ساين، بدل ما كانت بالتايمز تعدي هناك بالديفايدد. محترم يا واد محترم. طب انا دلوقتي هنا اهو، طب امسطرها ازاي يا مستر؟ ركز معايا صديقي العزيز. انت عايز تجيب الار، صح؟ يبقى الار ايكوال، هتكتب اللي كان موجود في السايد الثاني لوحده. انت خليت ده مع الايكوال لوحده، مين اللي كان موجود الناحيه الثانيه؟ الله ينور عليك، في. الايايه دي يا واد زياده، صح؟ لو كانت بالتايمز تعدي ديفايدد، وطبعا اللي بيعدي ديفايدد ينزل لتحت ولا لا. وتعالوا نقف هنا وقفه. جماعه اي حاجه عندك، اي حاجه عندي، اي حاجه عندنا بتغير السايد بتغير الساين. يعني بتغير الماثيماتيكال اوبريشن للعكس. وتعالوا للجمله الاشهر اطلاق، تغير سايد تغير ساين. تاني تغير سايد تغير ساين. معلش انا اخر مره تغير سايد تغير ساين، دخلت في قلبي دي. طيب يعني البلس يعدي ماينس، الماينس يعدي بلس، التايمز يبقى ديفايدد. وتعالوا نقف هنا وقفه. التايمز بيبقى فوق، فلما يعدي ديفايد بينزل لايه؟ لتحت، صح؟ طب لو ديفايدد يعدي تايمز يبقى يطلع لفوق ولا لا؟ طيب لو باور يبقى روت، تمام؟ وتعال نشرح الحته دي. يعني ايه باور يبقى روت؟ يعني لو حاجه باور 2 تعدي الناحيه الثانيه سكوير روت. طب لو حاجه باور 3 عاش اختي يعدي هنا كيوبيك روت. طب لو روت يبقى ايه؟ العكس طبعا باور. يبقى انا دلوقتي لو عندي هنا ماشي باور 2 يعدي روت، طب لو عندي روت يعدي باور 2. طب لو عندي هنا بالنسبه لك كيوبيك روت يعدي باور 3، طب لو عندي باور 3 يعدي مين يا جماعه؟ كيوبيك روت ولا، وهكذا وهكذا. يبقى انت دلوقتي عندك البلس يعدي ماينس، الماينس يعدي بلس، تايمز يعدي ولد ديفايدد يعدي تايمز، روت يبقى سمع اخوك ماضي، روت يبقى ديفايدد. لا يا شيخ اتقي الله يا شيخ. روت يبقى باور، والباور يبقى روت.
الساين الكوزاين التان يبقى شيفت ساين شيفت كوزاين شيفت تان. الكلام دوت حطه حلقه في ودنك هتدعي لي. يبقى تاني احنا دلوقتي بنلعب مع بعضينا. تعالى بالنسبه لك ادي اول جيم خلصت، تعال نخش على الجيم اللي بعديها. نصعب تمام. ودي يا سامي. هنا بالنسبه لك البي انا شخصيه او سي دي جدا يا جماعه، فلازم معلش تبقى نفس الالوان بنفس الترتيب بكل حاجه. فتعالى البي هنا بتساوي ام اي ان على 2 ار. طبعا شخص محنك كالعاده لايك بحيري مثلا. مستر مين البي دي؟ مين الام؟ مين الاي؟ مين الان؟ مين ار؟ ده المنهج. فاحنا لسه هنشرح الكلام ده قدام. انت متخيل ده شابتر بحاله مثلا الحاجات دي، فنقعد نشرح فيها ونقعد بقى نحل فيها ونقعد تك 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 نقعد نتكلم فيها كتير. انا عايزك تتعامل بمبدا فوكس دلوقتي، ان كل قانون مجموعه من السمبلز او الليترز. الحاجه اللي نفسك فيها ساعتك عاوزه تجيبيها بروزيها، خليها في سايد لوحدها مع الايكوال. اللي عندك زياده ومزاولاك ارميها وديها السايد اللي هناك. اللي يغير سايد يغير ساين. تعال نتكلم فوكس لي هنا. قانون شبه دوت انت عندك فيه كام لتر؟ 5 صديقي. البي الام الاي الان الار. فانت عندك 5 حاجات صح؟ يبقى بيزك لو لي حاجه شبه ديت من قبل ما افهمها اصلا انا ممكن يتلعب معايا كام فكره في الامتحان؟ صح 5 افكار. تمام. طيب هل كل مره هيجي يسالك في البهايه في الامايه في الايايه في الانايه في القرايه ولا عادي اي حاجه؟ صح. طب ايه رايك لو جيت قلت لك عايز الاي؟ يلا بينا بقى. انا عايز اجيب الاي. ها هنخليها زي ما هي. خلي بالك هتخليها زي ما هي دي يعني يمين او شمال سيبها مفيش مشكله. الزياده اللي مزولاك مين بقى؟ الام والان. دي زياده ولا مش زياده؟ زياده. تغير الساين تغير الساين. فلما بالتايمز عشان مفيش ساينز يبقى ده بالتايمز تعدي بالديفايدد، واللي بعد الديفايد ينزل لتحت. الله ينور عليكي. طب وال2 ار دي يلا اختي مع الاي عامله ايه؟ بلس ولا ماينس ولا تايمز ولا ديفايدد؟ امسك هنا ديفايدد. فلما تعدي هناك تبقى تايمز. يبقى انا دلوقتي بص تعال نمستر الحته دي وهقول لك برده على طريقه ثانيه في ناس بتحل بيها. انت عندك الاي لو عايز تجيبها هنا اهو انت بتكتب السايد الثاني كان البي صح؟ يا ولا ركز. الام والام دول كانوا هنا بالتايمز يعدوا ديفايدد ينزلوا تحت. التور كانت تحت بتفايد تعدي هناك تايمز تطلع لفوق. هو انا بشرح الكلام ده قبل كده؟ واحد رفع ايده مستنكر. انا يا مستر دماغك في ايه؟ انا مش فاهم اللي انت قلته ده. بص يا مستر انت كلامك شكله حلو بس انا عندي مشكله في الماس. انت فاهم حاجه؟ يعني انا البيزكس اصلا بتاعت الماس انا مش جاي معايا سكه. انا علمي علوم فاهم حاجه؟ انت كل مي دكتور سميه دكتور تمام. فتعالى مثلا دلوقتي نكلم دكتور فوقش. بص يا فؤاد صديقي لو الطريقه دي مش جايه معاك سكه ارميها وتعالى معايا في سكه ثانيه. ايه السكه الثانيه يا حبيبي؟ انا دلوقتي البي دي لوحدها صح؟ طيب اي حاجه لوحدها هل هي فعلا لوحدها؟ معاها 1. تاني اي حاجه لوحدها هي مش لوحدها هي معاها 1. لان اي حاجه ديفايد باي 1 بنفس الفاليو تايمز 1 بنفس الفاليو باور 1 بنفس الفاليو. ده في الماثماتكس مش عندي. يعني دلوقتي مثلا 1 تايمز 1 ب1 صح؟ طب 1 باور 1 بقى بنفس ال1 صح؟ طب 1 اوفر 1 بقى بنفس ال1. فحلو لو حطيت 1 على 1 ب1 2 على 1 ب2 طب بي على 1 بايه؟ بي صح كده؟ كلام جميل. طب انا دلوقتي يا واد مش ممكن اعمل سيزر واي؟ يعني تعال نعمل ده تايمز ده ايكوال ده تايمز ده. هنوصل كده بي تايمز 2 ار دول بيضربوا دول يوصلوا لهنا. يا عركه عنيفه اهي. ايكوال هنا ام اي ان تايمز 1. طبعا اي حاجه تايمز 1 بايه؟ يا ولد نفس الفاليو صح؟ طيب حضرتك عايز تجيب مين؟ حضرتي عايز اجيب الاي. سهله مستر ايه؟ طبعا ده على لسان فوقش. الام والان دول كانوا زياده بالتايمز يعدوا هناك ديفايدد. مستر اهي يعني اهي يا مستر بي 2 ار كانت موجوده. الام ان هتعدي هناك بالديفايد ولا لا؟ خلصت ولا ما خلصتش؟ خلصت. تاني انا بحاول قدر الامكان اوصل لك اكتر من واي اوف ثينكينج عشان الدنيا تبقى تمام ماشي. فانت بالنسبه لك الكلام ده يا ريت لو انت فهمته او ساعتك فهمتيه اعملي بوز للفيديو وقف الفيديو اكتب ورقه وقلم. لان يا جماعه طول ما الافكار بتتسمع بس ما بتثبتش هنا ولا بالنسبه لك بتثبت هنا. وده اهم عندي. لما تثبت الحاجه هنا في قلبك حرفيا عمرك ما هتنساها. انت مقتنع بيها وحبيتها خلاص. فاهمين قصدي؟ طيب فانا عايزك تكتب ورقه وقلم تثبت الفكره تبقى بيرفكت. تيجي نصعب الليفل اكتر. واحد قال لي مستر انت كل الكلام بتقوله ده سهل. فاهم قصدي؟ فاحنا عايزين حاجه بقى من الصعب منه. حاجه من اللي هي تزاول الدماغ تفجولها كده. يلا بينا. بص يا صديقي انا بتحدى كل الناس بتتفرج على الفيديو دوت ان هي تحل الكلام ده صح. اعمل دلوقتي بالنسبه لك بوز بعد ما اكتب الاكزامبل دوت وحاول تحلها ورقه وقلم ونزلها لي في الكومنت بالنسبه لك صوره كده تمام. كابتشر فوتو صورها بعتها لي بالنسبه لك في الكومنت وانا هقول لك صح ولا غلط في الريبلاي. اتفقنا؟ تعال. انت عندك قانون بيقول لك ان البي بتساوي ام اي
على 2 باي دي بلس ار. يا ولد ما هذا العبث. ده قانون بالنسبه لك ابديت شويه. طب تعالى، انت نفسك تجيب مين يا مستر؟ بص يا صديقي، انا نفسي، ويا ريت ما تكسفنيش، انا نفسي اجيب الار من هنا. يلا، يعني انت عندك البي بتساوي ام تايمز اي على 2 باي دي بلس ار، ده في براكت صح؟ صح. انا عايز اجيب مين هنا يا صديقي؟ انا عايز اجيب القرايه دي. هل ممكن اجيبها؟ مش ممكن اجيبها؟ طبعا كل حاجه ممكن. يا ريت بعد اذنك دلوقتي حالا تعملي بوز، اعمل بوز يا واد، بلاش نصب، اعمل بوز وحاول تحلها، ابعتها لي في الكومنتات وهقول لك هي الاجابه صح ولا غلط. تمام؟ لو افترضنا ان انت حليت جدلا بما يرضي الله، ما بقتش نصاب يعني، فتعالى اقول لك تحل ازاي بما يرضي الله. بص يا معلم، البلس والماينس دايما مدرسينا في الماثماتكس ربنا يديهم الصحه يعني بيتعاملوا معاهم از فاكتور واحد. يعني بيزيكلي او مينلي انا ممكن كماضي اقول لك ان ده كله يتعامل كانه اكس. لايك مثلا 1 بلس 1 بتبقى 2، ممكن اكتبها 1 بلس 1 في الايكويشن، وممكن اشيل 1 بلس 1 دي واحط مكانها 2 على طول. صح ولا مش صح؟ تمام، ما عندناش مشكله. فانا دلوقتي في الايكويشن بتاعتي ممكن اكتبها دي بلس ار، وممكن اشيل دي بلس ار دي واكتب مكانها اكس، وانا عارف ان الاكس ايكوال دي بلس ار. حلو قوي. اللي انت عايز تجيبه اللي هو ده، هل هو فوق ولا تحت؟ بص، لو الحاجه اللي انت بتجيبها دي هي فوق فالموضوع خلصان على طول. طب لو هي تحت، لا، انت لو تحت لازم اللي تحت الاول يطلع لايه؟ لفوق، واللي فوق ينزل مكانه ايه؟ تحت. لازم نعمل حاجه اسمها دبل سبستيوشن يا صديقي. اللي تحت يطلع فوق واللي فوق ينزل لايه؟ لتحت. طب مثلا ما عملتش الخطوه دي صديقي، انت ما عملتش الخطوه ديت، انت ما جبتش الار، انت جبت الانفرس بتاعها 1 على ار which is incorrect على فكره. يعني يا جماعه عشان تبقوا فاهمين بس، هل بالنسبه لك هنا 2 equal 1 على 2؟ اعقل الكلام، اكيد لا، صح؟ تاني يا جماعه، هو الناس اللي بتعمل ان الماس صعب، هو للاسف الماس مش صعب عشان احنا مش فاهمينه او مش مربطينه في حياتنا او مش فاهمين مثلا ده بيتعمل كده ليه. يعني اديك اكزامبل، انت لو عندك مشكله صغيره في حياتك فدي ب1، عندك كمان مشكله صغيره في حياتك فدي انذر 1، بقى عندك ايه؟ مشكله كبيره، فانت بقى عندك 2. انت عملتي اديشن من غير ما تحسي، 1 بلس 1 ايكوال 2، مشكله زائد مشكله بقت مشكله كبيره على دماغنا، صح؟ بعد الشر طبعا. طب اقول لك على حاجه، لو انت عندك مشكله صغيره وحلتيها، عندك مشكله انت عملتي سبتراكشن من غير ما تحسي على فكره، عشان 1 ماينس 1 بقت 0. فاهمين قصدي يا جماعه؟ اللي انا عايز اوصله لك ان زي ما بالنسبه لك الحياه بتتكون من ايه؟ دي كيمستري. عندك بالنسبه لك الحياه بتعمل ايه او الطبيعه بتعمل ايه في حياتنا؟ دي فيزيكس. الطبيعه بيعيش فيها مين؟ دي بيولوجي. طبقات الارض ايه؟ جيولوجي. فالوي اوف ثينكينج لو جينا فكرنا فيها از لانجوج هي ماس. انت فاهم؟ يعني انت طريقه التفكير نفسها، انت تحل بروبلم مثلا او تحل حاجه في حياتك، لو جينا كتبناها كلغه هي لغه الماثماتكس او لغه الارقام زي ما بنقول، فانت لو فهمت كل حاجه الكونسيبت بتاعها ايه، معناها ايه، دلالتها ايه، الموضوع بقى بالنسبه لك في حته ثانيه. تمام؟ انا دلوقتي ده كله هتعامل معاه از فاكتور اكس، كان تحت يسيب تحت يطلع فوق والفوق ينزل تحت، يبقى بنعمل دبل سبستيوشن. حاجه شبه ديت يا صديقي العزيز، تعالى نكتبها باللون الازرق يبقى مميز جدا، ازرق زهري. هيقول لك كده ده كله هيطلع يبقى دي بلس الار ايكواليتي ها ام اي، ما تنامش، على بالنسبه لك 2 باي، والبي اخذت بالنسبه لك المكان بتاعها. صحيح؟ صحيح. هل انت عايز دي بلس ار كلها ولا ار بس؟ طب الدي دي زياده ولا مش زياده؟ يا ولد زياده. طب دي زياده كانت هنا بالبلس، تعدي هناك بالماينس، وصلنا ان القرايه ايكوال. اكتب بقى ام اي على 2 والباي ماينس الدي ولا لا. يبقى كده وصلنا للقانون ده، كده وصلنا للقانون ده والقانون ده، كده وصلنا للقانون دوت ولا لا. فكر فيها كده هتلاقيها حرفيا بيس اوف كيك. صعبه بالامانه. طيب لو هي بالنسبه لك النهارده فهمتها بنسبه 30-40%، انا ساتسفاين جدا. فهمتها طبعا اكتر من كده الله ينور، ربنا يحفظك وربنا يحميكي. بس انا بالنسبه لي الكلام ده ان شاء الله هيتعاد كتير جدا في كل مساله هنحلها. فاهمين قصدي؟ يعني الكلام ده هيتعاد مره واثنين وثلاثه، فانا بس مجرد تسمعوا طراطيش كلام انا مرضي يا عم. ده كده بالنسبه لك البيزك بتاع الرولز. انا هطلع لك بره البورد عشان لو حد عايز يعمل سكرين شوت يحافظ الكلام دوت عليه بالنسبه لك، اكتبه بخط ايده يبقى طبعا افضل واحسن عشان ده تظبط معاك. تاني بيزك عندنا يا صديقي الريليشنز. وعلى فكره الريليشنز دي هتقول لي يعني العلاقات يا مستر. ايوه يعني ايه علاقات برضه. كل قانون عندنا احنا متفقين مع بعض دلوقتي بيزك او منلي مجموعه من الليترز او مجموعه من السيمبلز. طب الليترز دي علاقتهم ببعض ايه؟ هل هم متفقين
يبقى دايركت بروبورشنال. هل هم مختلفين فيبقى انفيرس بروبورشنال؟ هل هم اصلا مش معبرين بعض، يعني مش طايقين بعض، ما لهمش علاقه ببعض، فدي يبقى دي كونستنت ولا ايه الدنيا بالظبط؟ فانت عندك دلوقتي جوه كل قانون يا صديقي العزيز عندنا حاجه اسمها ريليشنز، وريليشنز دي هي علاقات الليترز ببعض او حاجات جوه القوانين ببعض. فمثلا دي بتزيد دي بيحصل لها ايه، دي بتقل دي بيحصل لها ايه، دي بتتغير دي بيحصل لها ايه، وهكذا. وعشان تصمم بالموضوع انت عندك الريليشنز اخي في الله اختي في الله خالتي في الله هي بيزيكلي عمالة تقسم 3. انت عندك الريليشن الاولى هي ريليشن دايركتلي بروبورشنال، الريليشن الثانيه هي ريليشن انفيرسلي بروبورشنال، الريليشن الثالثه والاخيره هي ريليشن الكونستنت. وتعالى بقى نقف هنا وقفه. دايركت يا جماعه ده يزيد ده يزيد ده يقل ده يقل، يعني على الحلوه والمره معاه، يعني احنا بالنسبه لك بنفرح سوا وبنزعل سوا، هتفهم دلوقتي اصل الكلام ايه. انفيرسلي معناها بالنسبه لك ان هم اتنين عكس بعض، ده يزيد ده يقل ده يقل ده يزيد، يعني بالنسبه لك عكس بعضيهم. طب كلمه كونستنت انت تزيد انت تقل انت تولع، بعد الشر طبعا انا مش هتغير ماليش دعوه، انا بقى ماليش دعوه، فاهم؟ يبقى انت بالنسبه لك عندك الدايركت بيدوا بعض، الانفيرسلي عكس بعض، والكونستنت مش معبرين بعض. حلال مستر. طب ماشي، عايز توصل لايه؟ بص يا حبيبي تعال نتكلم مع فوقش كده عشان فوقش بالنسبه لك يوصل معانا اكتر. البي بتساوي كده ام اي يا فوقش على بالنسبه لك 2 باي ودي اشطاط اشطاط. طيب القانون قدامك ده فيه كام سيمبل؟ اول حاجه البي الام الاي والدي. طبعا ال2 باي دوت يا جماعه سيمبل ولا رقم؟ ال2 ده 2 يعني فاهم؟ اتس 2 اللي هي 1 2. طب والباي دي باي اللي هي 3.14 او 22 على 7 فاهم قصدي؟ فدي ارقام فدي مش ليترز. طيب انا دلوقتي لو عايز اجيب ريليشن ما بين البي والام، يعني بالبلدي لو الام زادت البي يحصل لها ايه؟ لو الام قلت البي يحصل. طب البي بالنسبه لك بتتغير ازاي مع الام؟ ده مفهوم الكلام. طيب الاي لما تزيد بيحصل لها ايه؟ الاي لما تقل، الدي لما تزيد، الدي لما تقل. دي اسمها ريليشنز، ودي بتساعدنا في مسائل الريشيوز اللي هي مسائل الدبل الكوادربل الكونستنت اللي هي بالنسبه لك تشينجبل. عارفين الكلام دوت اللي هي المسائل الرخمه دي؟ اهي دي كلها بتمشي بنفس الطريقه دي بالظبط. وتعالى اعلمك طريقه حلوه قوي. يا جماعه مش البي ده هو بي ولا بي على 1؟ الاثنين ايكوال لبعض. ما انت كنت سبتها بي تمام او كتبتها بي على 1 ما هي نفس البي برضه فهي تمام. بس انا كتبتها بي على 1 ليه كماضي؟ اقول لك انا لو كتبتها بي على 1 ايكوال ام اي على 2 باي دي فبقت فراكشن ايكوال فراكشن صح؟ حلو قوي. تعالى يا واد. فانا دلوقتي هنا لو حبيت اجيب ريليشن ما بين البيهايه وما بين الايايا، بص عشان تقدر او تقدري تجيبي ريليشن حلوه صح مظبوطه ما تخرش الميه زي ما بيقولوا، لازم يكون في ما بين التو ليترز دول يا صديقي جوه القانون علامه الايكوال. الشرط ده اهم مني شخصيا. تاني يا جماعه انت عشان تقدر تجيب ريليشن مظبوطه ركز في الكلام ما بين التو ليترز لازم يكون في علامه الايكوال. تمام تمام. يعني دلوقتي ما بين البي والاي في علامه ايكوال انت كده هتجيب ريليشن صح. طب ما فيش، في لعبه ودي بقى ليفل نمبر 2 هعلمك عليها كمان شويه ما تقلقش. يعني هنا هكتب لك الليفل ده وهنلعب مع بعض وهخليك تلعب انت معايا ما تقلقش. احنا اصلا بالنسبه لك بنجيمنج الفيزيكس فاللي جاي كله لعب ما تقلقش. احنا بس بنسطب السيستم النهارده، المره الجايه هنلعب. انت هنا عندك البي مع الاي كانهم 2 جيران ساكنين مع بعض في نفس العماره صح؟ وفي نفس الدور، واي 2 جيران اخي في الله اختي في الله ساكنين مع بعض في نفس العماره في نفس الدور علاقتهم مع بعض كويسه ولا لا؟ صح؟ فالاثنين جيران دول لو دول عندهم فرح فرحانين، دول قاعدين مزقططين قاعدين بالنسبه لك فرحانين معزومين بياكلوا جاتوه مبسوطين، يبقى دول انكريز ودول انكريز. طب جيراننا دول عندهم حاله تفاوض زعلانين، احنا قاعدين متضايقين متقدرين زهقانين وجادين قافلين التلفزيون ومخنوقين، يبقى هم ديكريز وانت ديكريز. بيفرحوا سوا وبيزعلوا سوا، يبقى احنا بنزيد مع بعض وبنقل مع بعض، يبقى دول بيقلدوا بعض، يبقى دي اسمها ريليشن دايركتلي. تمام. طب يعني ايه كلمه دايركت في الماثماتكس؟ كلمه دايركت في الماثماتكس يا صديقي او يا اختي معناها ان هم بيقلدوا بعض تيبيكال. خالتي ركزي، كلمه دايركتلي ان ماثماتكس معناها بيقلدوا بعض في الاوبريشن تيبيكال لبعض. يعني بالبلدي لو قلت ان دي بالنسبه لك دبل يعني تايمز 2 دي كمان دبل تايمز 2، قلت دي هاف تايمز 1 على 2 يبقى دي كمان هاف تايمز 1 على 2، قلت دي 4 تايمز يبقى دي كمان 4 تايمز. تيبيكال كانهم ايدنتيكال توينز. تمام. وتعالوا نقف هنا واقفه وافكرك بفكيره. في كلمات يا جماعه جوه المسائل باي انجلش واي بتترجم بارقام. يعني كلمه كونستانت او unchanged يعني تايمز 1، دبل او توايس يبقى تايمز 2، تريبل تايمز 3، كواد او كوادربل تايمز 4، بنتا تايمز 5،
هيكسا تايمز 6، هيبتا تايمز 7، اوكتا تايمز 8، نونا تايمز 9، ديكا تايمز 10. تاني كونستنت اون تشينجد يبقى تايمز 1، دبل او توايس تايمز 2، تريبل تايمز 3، كواد او كوادربل تايمز 4، بنتا تايمز 5، هيكسا تايمز 6، هيبتا تايمز 7، اوكتا تايمز 8، نونا تايمز 9، ديكا تايمز 10. طيب فانا لو جيت دلوقتي بالبلدي منه قلت لك ان الاي بتاعتي increased to 3 times، فالاثنين دول بيقلدوا بعض تيبيكال يا صديقي، فدي لو تايمز 3 فدي كمان هتقلد تبقى تايمز 3. طب نروح بعيد ليه؟ يا عم تعالى هنا نقول ان دي بقت كوارترد، فلو دي تايمز 1 على 4 يبقى كمان تايمز كام؟ صح بيرفكتو يا واد، يبقى دي كمان تايمز 1 على 4. فده معنى كلمه دايركتلي. تمام، انت هتبص على القانون، لو لقيت ان في بالنسبه لك ما بين اللتر والتاني علامه الايكوال، بص لو الاثنين في نفس الدور فوق الاثنين في نفس الدور تحت يبقى دي اسمها ريليشن دايركت، بياخدوا بعض التيبيكال واي، ده يزيد ده يقل. تمام، ودي معناها ان هو بيقلدوا بعض بنفس الريليشن بنفس الايكويشن بنفس كل الارقام بتاعتها. طب حلو، البي مع الدي ايه بقى؟ حد خد باله ان البي فوق ودي تحت؟ صح، 2 جيران ساكنين مع بعض في نفس العماره بس ساكنين فوق بعض، واي 2 جيران اختي ساكنين فوق بعض دايما ماسكين في خناق بعض، مش طايقين بعض، دايما بيتعاركوا مع بعض ولا لا. فلو جيراننا اللي فوق مبسوطين وفرحانين احنا قاعدين مجدين ومصدعين وزهقانين، ده شويه ناس باردين، صح؟ فلو هم انكريز احنا ديكريز، صح؟ طب لو هم عندهم حاله تفاوت زعلانين احنا قاعدين فرحانين وايه وشمتانين، شغل مهرجانات احنا شويه ناس باردين، يبقى هم ديكريز وانت انكريز، يبقى ده يزيد ده يقل ده يزيد، يبقى دول شبه بعض ولا عكس بعض؟ بيرفكت يا واد، عكس بعض. يبقى دولت بالنسبه لك هنا انفرسلي بروبورشنال. تعال نمسك الكلام بالانجلش ونفنط. انفرسلي جاي من كلمه انفرس، وكلمه انفرس يعني معناها مالتيبليكيتيف انفرس تو ايتش اذر، يعني عكس عكاس. يعني دلوقتي لو جينا دردشنا يا واد مع بعضينا وقلنا كده بالنسبه لك باللون الاخضر فلاحين، اتس جود تو بي اخضر فلاحين. انت عندك دلوقتي لو عملناها تايمز، طبعا يا جماعه انا بهزر، انا اصلا فلاح يعني عشان تبقى انت بس ايه عارف اللي فيها. طيب هنا بالنسبه لك الدي ديت لو عملناها مثلا تايمز 3 على 4، تايمز 3 على 4 باللون الاخضر، الدي مع البي بيتفقوا ولا بيختلفوا يا واد؟ بيختلفوا. فانت دلوقتي عندك الاختلاف هنا بقى يقلدوا ولا يعكسوا؟ صح يا اختي، يعكسوا. يبقى دلوقتي لو دي تايمز 3 على 4 يبقى دي تايمز كام؟ 4 اوفر 3 ولا لا؟ حلو قوي الكلام ده. طب بص تعالى انا عايز العب مستر، خلينا نلعب معاك بالله عليك يا مستر، يلا بينا يا حبيبي نلعب سوا، يلا بينا. دي بالنسبه لك 5 على 2 يا بحيري، يبقى ديت ايه؟ البي طبعا تبقى 2 على 5 ولا لا؟ صح؟ يبقى تاني لما نيجي نتكلم مع بعضينا وندردش كده، انت دلوقتي عندك كلمه دايركتلي يعني بيقلدوا بعض التيبيكال، دي تايمز 2 انا تايمز 2، انت تايمز انا تايمز 3، والله العظيم معاك هقلدك مش هسيبك. طب بالنسبه لك انفرسي بنعكس مع بعض، اللي تحت يطلع فوق والفوق ينزل تحت، يبقى انت تايمز 5 على 2 هنا هنعكس 2 على 5 هنا. تمام؟ وهذا طب الكونستانت ما لهمش علاقه ببعض. يعني ايه ما لهمش علاقه ببعض؟ هتبص معايا البي مع ال2 باي ايه؟ يعني البي لما تزيد هل ال2 ممكن تبقى 4؟ يا جدع اتقي الله، اكيد لا. هل الباي مثلا تبقى ممكن بالنسبه لك نص باي، 3/4 باي، ربع باي، 5 باي؟ اكيد لا. فانت عندك الارقام دي هل هي ليها علاقه اصلا بان البي تزيد او تقل او تولع؟ حتى ما تولع، صح؟ اكيد مش هتغير. يبقى انا بالنسبه لي ال2 باي دي ثابته ولا مش ثابته؟ بيرفكتلي هي ثابته. فانا دلوقتي عندي هنا ال2 باي تزيد او تقل او تتغير؟ اكيد لا طبعا. فدي كونستنت مش كونستنت؟ اكيد كونستنت. يبقى تاني كلمه دايركتلي معناها بالنسبه لك بيقلدوا بعض، انفرسلي عكس بعض، كونستنت ما لهمش علاقه ببعض او ما بتغيرش، هي هتفضل زي ما هي. طيب تعال نشوف الكلام دوت از بالنسبه لك بيزك انفورميشن تاني، نشتغل باكسبيرمنت او بالنسبه لك اكزامبل تاني عشان نفهم الدنيا اكتر. قشطه يلا بينا. لو جيت قلت لك هنا ان القانون دوت بيقول كالاتي، ان انت عندك هنا البي بتساوي ام اي ان. يا جماعه انا بكتب قوانين من ثالثه عشان بس نحرق معانا بالمره، انا عشان انت لما تيجي توصل مثلا للقانون دوت تحس بفاميليار كده، اللي هو انت حاسس ان القانون عدى عليا قبل كده، فانا حاسس ان انا عارفه، فاهم قصدي؟ فده يديك بالنسبه لك سترينث كده، بوينت تيجي في حته في المنهج كده انت بالنسبه لك نفسيا للاسف حاسس ان الدنيا معاك مش الطف حاجه، وكل الدنيا بالنسبه لك حاطه على جرح الكولونيا والكلام ده كله، هتلاقي ان انت الحته دي انت عارفها او فاهمها او شايف شبهها قبل كده، ف نبقى رب، فاهم قصدي؟ طيب فانا دلوقتي البي بتساوي ام اي ان على 2 ار. يا ولا ركز، لو جيت قلت لك في الامتحان ان الان الدبل، تعال نمسك الكلام ونسبه. الان دبل دي يعني تايمز كام؟ تايمز 2، صح؟ لو الان دي دبلت
تايمز 2 يبقى البي هتقلدها مش هتقلدها؟ صح يا واد، يبقى دي كمان تايمز 2. قلت لك الار هافد. لما الار تهافد يعني الار دي كده بالنسبه لك 2 ولا 1 على 2؟ 1 على 2. تمام؟ لان بصوا يا جماعه كلمه هافد يعني 1 على 2، 1 تو ثيرد يعني 1 تو 3، كوارتر يعني 1 تو 4، 1 تو 5 يعني 1 على 5 وهكذا. فانا دلوقتي لما لقيت بالنسبه لك هنا الار مع البي دايركت ولا انفرس؟ انفرس يا واد. طب انا دلوقتي بالنسبه لك خليت دي 1 على 2، يبقى لما تيجي تتكتب تبقى ايه؟ تبقى 1 على 2 ولا 2 تو 1 اللي هي 2 ولا مش ب 2؟ طب ما تيجي نحلها كده، 2 تايمز 2 تطلع بكام؟ 4 تايمز ولا لا؟ خلصت. تاني يبقى انت بص بتحلها تيكي تاكا حرفيا تيك توك، خلصت. يبقى انا دلوقتي بالنسبه لك دي تايمز 2 يبقى دي كمان تايمز 2، قلدها دايركت. دي تايمز هاف يبقى دي اعكسها يبقى 2، ف 2 تايمز 2 تبقى كام؟ 4. انظر اكزامبل، يلا بينا يلا بينا. انت عندك بالنسبه لك بيكتب كده ان الفي بتساوي ار ملتبلاي الاي. قشطه؟ كلام جميل. قال لك ان الار تريبل، وكلمه تريبل يعني تايمز كام؟ تايمز 3. طب سؤال، هي القرايه دي مع الفيهايه دي ريليشن ايه؟ ريليشن دايركت، فلو دي تايمز 3 دي كمان تايمز كام؟ تايمز 3. طيب وقال لك ان الاي هنا بالنسبه لك تايمز كام؟ ها الله ينور، تايمز مثلا كوارتر يعني 1 على 4، فدي كمان هتقلد تبقى تايمز كام؟ 1 على 4. طب لما نيجي نكتبها تمام هتلاقي على الكالكليتر بص دي تايمز سي دي قلدتها تايمز 3 تمام، دي تايمز 1 على 4 دي كمان تايمز 1 على 4، وطبعا في ما بينهم ايكواليتي وفي نفس الدور يبقى دور ريليشن دايركت ولا لا؟ طب لما نيجي نكتبها تطلع كلها بكام؟ 3 تايمز 1 على 4 تبقى 3 على 4 ولا لا؟ خلصت ولا ما خلصتش؟ خلصت. يبقى ديت بالنسبه لك 3 تو 4 تايمز. صعبه؟ تيجي نخش على الليفل الاعلى، هتقول لي يلا بينا مستر دوس اضرب يا مستر. ها انت عندك دلوقتي والله انا حابب قانون البي قوي، مش عارف ليه، يعني هو حته كده فاهم في قلبي، يعني تحس القانون ده في قلبي قوي. من ضمن قوانين منها كلها ده اللي مطلصق هنا مش عارف ليه. البي بتساوي هنا ام اي ان على 2 ار. واحد قبل كده قال لها مستر انا عايز اجيب الاي يحصل لها ايه تمام لما الار تتغير والان تتغير. قال لي سهله، بس انا عايزك تبقى فاهم بس الكلام الاول قبل ما نكمل، عشان بس تعالى ايه نمسك كده باخضر ونشرح. جماعه بصوا، انت عايز تجيب الاي بيحصل لها ايه؟ ها الاي بيحصل لها ايه لما الان تبقى دبل والار تبقى هافد. قال لي مستر خلاص هيبقى 2 على هاف بالنسبه لك تطلع 4 تايمز، صح؟ غلط. غلط، ودي كارثه من كوارث الزمن اللي انت عملتها دي. لان هسالك سؤال وتردي عليا يا اختي بالله عليكي، قولي له يا شيخه هل الاي والان في ما بينهم علامه ايكوال؟ ايوه قولي له الاي والار في ما بينهم علامه ايكوال، ابعتيها له. يبقى انت دلوقتي الاي والان مفيش ما بينهم علامه ايكوال، بتجيب ريليشن ليه؟ ما انت المفروض لازم تحط ايكواليتي ما بينهم عشان تشوف في نفس الدور يبقى دايركت يبقى يقلدوا بعض، عكس بعض بالنسبه لك يبقى انفرس بيخلفوا مع بعض. طب انا دلوقتي هنا دي الاي والان في ما بينهم ايكوال؟ طب والاي والار في ما بينهم ايكوال؟ لا برضه. يبقى احنا لازم نوصل لحاجه حلوه قوي، تجيب الاي لوحدها الاول. يعني اجيب قانون للاي، وهنا لو انت فايقه او ساعتك فايقه هتلاحظ ان الحته دي بتربط بيزك ريليشنز ببيزكس الرولز، يعني بتربط الاثنين ببعض بقى. فتعالى كده مع بعضينا، انا دلوقتي هنا لو عايز اجيب الاي يبقى هنقول كده ان الاي ايكوال تمام. مبدئيا الام والان كانوا بالتايمز يعدوا بالديفايدد. بس سؤال، مين مكتوب الناحيه الثانيه الاول؟ بعد اذنك نزله. بصوا يا جماعه، مور سمبلستي مور وين، ليس سمبلستي نو وين. احفظها دايما كده، حطها بالنسبه لك لايف ستايل في حياتك. تاني، يعني انت دلوقتي كل الموضوع يبقى مور سمبل اكتر بالنسبه لك تكسب اكتر، كل الموضوع بالنسبه لك يبقى صعب اكتر يبقى انت بتخسر اكتر. تاني، مور سمبلستي مور وين، ليس سمبلستي ليس وين. يبقى انا دلوقتي هنا اهو انا هكتب القانون الناحيه الثانيه، فانا عايز اجيب الاي من الناحيه الثانيه قصاده البي. حلو حلو. طب الام ان دي كانت بالتايم تعدي هناك بال ديفايدد يا واد. طب ال2 ار دي كانت هنا تحت ديفايدد تعدي هناك بال تايمز، يبقى تطلع لفوق ولا لا؟ محترم قوي. تعال نمسك بقى العقل وركز مع بعض. انا دلوقتي هنا تعالى بالاحمر بقى ونبتدي نفوكس. هنا الاي دي والار في بينهم ايكوال ولا لا؟ كده انت كلامك بقى صح، كده كلامك فيزيائيا ماثماتيكال كل حاجه، محدش يقدر يمسك حاجه غلطه، انت بيرفكتو. تاني، انت عندك دلوقتي بالنسبه لك الاي والار دول كده في بينهم ايكوال في نفس الدور، يبقى دي ريليشن دايركت. طب الاي والان يا واد يا واد ركز، واحده فوق واحده تحت، يبقى دي ريليشن انفرسلي، صح؟ طيب بص يا ابو علي، هنا بالنسبه لك الار قال لك ان هي ايه؟ هافد، صح؟ يبقى ديت بالنسبه لك هافد، يبقى دي كمان بهاف ولا لا؟
اهي صح؟ كلام جميل عشان دول بيقلدوا بعض ففي نفس الدور. طيب ولان قال لك هنا دبلت يبقى تايمز 2 صح؟ سؤال يا جماعه، هي مش ال2 دي كانت 2 على 1؟ يعني حد يزعل مني كماضي او اتضايق لو كتبتها 2 على 1 يا صديقي؟ هي صح؟ مفيش مشكله خالص. حلو قوي الكلام ده. طب دلوقتي لما اجي اكتبها 2 على 1 لما تيجي تحطها هنا هتحط 2 على 1 ولا 1 على 2؟ ربنا يبارك لك يا اختي، ربنا يسترك دنيا واخره والله. عاش يا صديقي، عاش اللي قال صح، الله ينور يا ابني. تمام يا ابو علي. يبقى دلوقتي بالنسبه لك 2 على 1 تبقى 1 على 2 برضه ولا لا؟ ليه؟ لان انت عكستها لانها انفيرس بروبورشنال، عكس بعضيها. فدلوقتي بالنسبه لك دي تايمز هاف مش تايمز هاف؟ تايمز هاف. طب حلو، لما نيجي نمسك الكالكليتر ونحل مع بعضينا يا صديقي 1 على 2 تايمز 1 على 2 تبقى 1 على 4 ولا لا؟ يبقى انت بالنسبه لك وصلت في الاخر انسر ان الاي بقت كوارترد مش 4 تايمز. فانت كده حسبتها. تمام؟ فيها مشكله او فيها صعوبه؟ طيب كلام جميل. احنا كده خلصنا اول 2 بيزكس which is bulk يا جماعه. ال2 بيزكس الثانيين ان شاء الله سهلين. عندك بيزك نمبر 3 جرافس. يا جماعه للاسف هي في ناس تيجي تسمع كلمه جرافس بيجي لها تروما، اللي هو يا مستر القرف اللي انتوا فيه ده، ايه القرف ده؟ احنا يا مستر الدنيا بتبقى حلوه تمام، بشوف الجراف بتوتر، فاهم؟ بص الجرافس يا جماعه لو انت فهمت اصلها وفصلها واساس قصتها ايه، لان خلي بالك كل جراف هو عباره عن قصه في رسمه بيديك انفورميشنز. وعلى فكره في اسئله كتير جدا للاسف بتيجي فيها جرافس، تمام؟ مش كتير جدا يعني، بس في اسئله طبعا بتيجي في الامتحان لازم فيها جرافس، ولازم انت عندك حته الايه الاي كونتاكت مع السؤال، لو انت تشوفه تقراه تفهمه تجمع تحل، فاهم؟ طبعا الكلام ده مش هيحصل من اول حصه، انا يعني عشان نكونوا بيزيكلي مع بعضينا فاهمين بعض اكيد. فبس ده هيحصل بتكرار، يعني هنقعد نكرر لحد ان شاء الله ما نوصل معاه. فتعالى كده نحط مع بعضينا بيزكس واسكس نظبط عليها الدنيا دي. انت عندك الجرافس عباره عن ايه اصلا؟ مبدئيا يا جماعه هو اي جرافس، تعالى باللون الاسود كده القاتم، احنا بنشتغل بنسبه تقريبا 95% من النموذج بتاعنا 2 دايمنشنز، يعني بنشتغل 2 دي. ايه 2 دي دوت؟ يعني بشتغل دايما الحاجه بالعرض وبالطول بس. يعني بشتغل بالعرض اكس اكسس وبشتغل بالطول واي اكسس. طبعا الناس علم رياضه هندسه مستقبل ربنا يوفقهم عندهم حاجه اسمها سوليد جيومتري 3 دي، حاجه تحسها مجسمه كده. تمام؟ عشان تفهمني اكتر 2 دي و 3 دي لو حد مش واخد باله، يعني انت عندك ده مثلث صح؟ 2 دايمنشنز. ليه؟ لانه عنده عرض عنده اكس وعنده طول عنده واي. طب لو قلبنا ده بيراميد بالمنظر ده، ياه ده اللي مستر او كوم بقى الكلام اللي هو بتاع الماس السنه اللي فاتت او الميكانيك، بص حاجه شبه كده. لو جينا بصينا لها هتلاقيها بالنسبه لك عندها عرض اكس، عندها طول واي، وعندها سكنس السمك بتاعها ده زد اكسس. فدوت اكس واي زد يبقى دول 3 دي. فلو جينا بصينا يبقى ده كده 2 دي وده كده مين؟ ال 3 دي بتاعنا، صح كده؟ طيب الجرافس عندنا بيزك لو مين اللي بيتكلم عليه هنا؟ انت بتتكلم بالنسبه لك على اكس اكسس بالعرض واي اكسس بالطول، تمام؟ فده الاكس يبقى ده النيجاتيف اكس. طيب ليه؟ لان احنا عندنا في الفيزيكس يا صديقي اي حاجه بوزيتيف نيجاتيف هي الميننج وعكسها والدايركشن وعكسها. بالبلدي يعني دلوقتي لو بتكلم ان انا بزيد فانا بوزيتيف، طب لو بقل يبقى انا ايه؟ نيجاتيف. طب لو انا بطلع فوق بوزيتيف، لو بنزل لتحت نيجاتيف، لو يمين بوزيتيف شمال نيجاتيف، لو بطلع بوزيتيف برجع نيجاتيف، بلا بلا بلا. تمام؟ انا بضخم بوزيتيف بقل او بخس ان شاء الله، ادعي لي يا رب اخس. تمام؟ ادعي لي يا رب اخس بالله عليك، يعني دواء من 40 غريب تبقى مستجابه ان شاء الله. تاني انت عندك دلوقتي يبقى البوزيتيف نيجاتيف جوه الفيزيكس هو الميننج وعكسه او الدايركشن وعكسه. فبزيد بوزيتيف بقى لي نيجاتيف، يمين بوزيتيف شمال نيجاتيف، بطلع فوق بوزيتيف بنزل تحت نيجاتيف، امبلا سو اون. طب انا دلوقتي هنا يمينك اكس بوزيتيف شمالك نيجاتيف اكس، او بيسموها في الماس اكس داش عشان برضو ما نختلفش. عندك بالنسبه لك طلعت فوق واي بوزيتيف نزلت تحت واي نيجاتيف او اسمها واي داش. طيب البوينت في النص دي هي طبعا السنترال بوينت ودي 0 اكس 0 واي. طبعا يا جماعه لما نيجي نتكلم مع بعض عشان نكون متفقين، اي بوينت على الجراف اللي قدامك ده هي بوينت ليها تو انفورميشنز غايه في الاهميه، هي ليها فاليو اكس وفاليو واي. طبعا يا جماعه البوينت دي اولها اكس وثانيها واي. تاني البوينت دي اولها اكس وثانيها واي. طيب في واحد قبل كده سالني سؤال حلو جدا على فكره بالامانه في المدرسه، وقال لي مستر يعني ايه كلمه اكس؟ يعني انت فاهم قصدي؟ طيب كلمه اكس يا جماعه بحياتنا احنا هي تعتبر الجراوند سيرفيس. بص احنا كلنا كليفنج اورجانيزمز عايشين بالنسبه لك على سطح الكره الارضيه، تمام؟ فاي جمله تدل ان انت موجود على السطح يبقى ده اكس اكسس. يعني جراوند ما هي جراوند اوف ايرث، سيرفيس اوف ايرث ممكن تحرك برجلها اثنين، بلين هي بلين اوف ايرث، هوريزونتال ما ده الهوريزونتال مرمى بصري على الارث،
وهكذا. فدلوقتي الاكس اكسس هي بتمثل بيزيكلي او مينلي يا صديقي العزيز الاكس اكسس او الجراوند سيرفيس او سطح الكره الارضيه اللي انا وانت وكلنا عايشين عليه. قشطه. طيب الواي اكسس دي هي بالنسبه لك اي حاجه بتسيب الاكس وبتطلع عنها او بتنزل منها. يعني دلوقتي لو انت بتسيب الاكس وبتطلع لفوق او بتنزل لتحت دي كده تبقى واي. قشطه. طيب فانا دلوقتي هنا السطح بتاع الكره الارضيه ده الاكس. طب من الارض او تحت الارض يبقى دي واي. طيب طبعا يا جماعه الكلام دوت لو انت قبل حصه فيزيكس فانت بتمشي في شارع عادي، بعد حصه فيزيكس بقى المفروض هتبص للشارع كده ان هو انا بص انا ماشي على الاكس، العماره دي واي، العماره دي واي، فاهم؟ المنزله دي نيجاتيف واي، فاهم؟ دماغك هتحس ان انت دماغك بقى ايه؟ الله اتسطبت بشكل احلى. طيب بص بقى هنا بالنسبه لك كلنا عارفين طبعا اي بوينت التوتال انجلز اراوند بتساوي كام؟ الله ينور عليكي، انجل 360. هنا انت قسمتها كام ايكوال بورت؟ قسمتها 4 بورتس ايكواليتي، فتسمى باربعه كوارترز او 4 كوادز. فدي انجل 90 انجل 90 انجل 90 انذر انجل 90. صح كده؟ كلام جميل، كلام بيرفكت. طب انا دلوقتي لما اجي ابص لحاجه شبه كده 90 90 90 90 and so on دول كلهم 360. طيب ده كده يعتبر فيرست كواد. تعال خلينا في الازرق بقى. الازرق بحبه جدا، الالوان اللي هي فاهم انت تحسها كده بتطبطب على قلبك. طيب ادي بالنسبه لك فيرست كواد، سكند كواد، ثيرد كواد اند فورث كواد يا صديقي. طبعا يا جماعه احنا بنيجي نتكلم في حاجه شبه كده، انت البوينت الكوردينيت دي ليها فاليو اكس وليها فاليو واي. لما نيجي نبص الاكس هنا في الفيرست كواد هي بوزيتيف، في الواي برضو انذر بوزيتيف ولا لا؟ فانت فيرست كواد بوزيتيف طبعا اكيد، ما هو الاكس هنا بوزيتيف ودي الواي هنا بوزيتيف. طب سكند كواد الاكس هنا بالنيجاتيف، الواي هنا بالبوزيتيف، صح؟ كلام جميل. طب هنا الثيرد كواد الاكس بالنيجاتيف، الواي بالنيجاتيف. حلو قوي الكلام ده. طب هنا الاكس بالبوزيتيف والواي هي النيجاتيف. يبقى تاني فيرست كواد بوزيتيف اكس بوزيتيف واي، سكند كواد نيجاتيف اكس وبوزيتيف واي، ثيرد كواد هي نيجاتيف اكس ونيجاتيف واي، فورث كواد هي بوزيتيف اكس اند نيجاتيف واي. طبعا يا جماعه احنا بنسبه كبيره جدا 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 عندنا الجرافس بتاعتنا اللي بتشتغل في المسائل بتبقى معظمها فيرست كواد، وده لسبب منطقي ولسبب عقلاني ان انت عندك دايما الجراف بتاعنا بيزيكلي او مينلي بيتكلم ان الاكس دايما بتبقى بوزيتيف والواي دايما بتبقى بوزيتيف، فبوزيتيف يبقى انت كده شغال في الفيرست كواد ولا لا. فالرسمه اللي بتيجي بالمنظر ده قدامك في الجراف اصلا كبدايه هي كانها واخده الحته ده بس من الجراف والباقي كانه مش موجود. تمام؟ طب ليه بقول الكلام ده؟ عشان ربنا يكرمك ان شاء الله وتبقى ادفانسد بعد كده في الكليه تبقى عارف ان الجراف اصله مش الحته دي بس. احنا ممكن ناخد فيرست وسكند، ممكن ناخد فيرست وسكند وثيرد، ممكن فيرست سكند ثيرد فورث، يعني ممكن ناخد كله او ناخد جزء منه عادي. قشطه؟ الكلام اللي هيتقال دلوقتي غايه في الاهميه. اخي في الله اختي في الله، سيب اللي في ايدك، رجع ظهرك ورا وركز. لو نايم على السرير فوق لي، لو قاعد بالنسبه لك متمرقع فوق لي. يلا هنا دلوقتي مين اللي بياخد الواي اكسس؟ مين اللي بياخد الاكس اكسس؟ تعال نكتب قانون عشان يبقى بالنسبه لنا الموضوع مور سمبل مور ايزي ويبقى الدنيا بالنسبه لنا تمام. نغير الالوان. انت عندك مثلا حاجه شبه ان الفي ايكوال ري. قانون بالنسبه لك يعمل مشاكل وازمه كبيره جدا في شابتر 1. يقول لك هو ده شابتر 1 يعني هي مشكله مين الفي ومين الار ومين الاي، وده ساعتها لما نيجي نشرح هنوضحه اكتر. طيب في ايكوال ار في اي. بص يا صديقي اللي بياخد الواي اكسس الحاجه صاحبه القانون. واحد قال لي بمعنى يعني الحاجه اللي موجوده في سايد لوحدها مع الايكوال. يعني انت عندك الفي وعندك الار وعندك الاي، مين موجود مع الايكوال لوحده؟ مين متبروز لوحده؟ مين بالنسبه لك هنا لوحده؟ الفي. يبقى ياخد الواي اكسس. يبقى تاني بياخد الواي اكسس الحاجه صاحبه القانون او الحاجه موجوده في سايد لوحدها مع الايكوال. طب انا دلوقتي حبيت اقارن الفي مع الار، حبيت اقارن الفي مع الاي، الحاجه اللي بتتقارن هتتحط مين؟ تتحط عند الاكس اكس. يبقى تاني اللي بياخد صاحب القانون او الحاجه اللي في سايد لوحدها مع الايكوال تاخد الواي، الحاجه بتتقارن تاخد الاكس. حلو قوي. طيب شكل الريليشن بقى ده بيتحدد بناء على الكلام اللي كنا لسه قايلينه. مبدئيا القانون دوت يا جماعه انت عايز تجيب ريليشن ما بين الفيهايه والاي، صح؟ مبدئيا كده هل في ما بينهم علامه ايكوال؟ بيرفكت. تاني حاجه هل في نفس الدور ولا عكس اعكاس ولا رقم وسيمبل؟ ما اصل رقم وسيمبل دي يعني مثلا بي و2 بي وباي بي و3 بي و4 على 2 دي على طول اكيد بالنسبه لك لازم تبقى كونست. ماشي؟ فالفي مع الاي دي ريليشن دايركت لان هم اتنين جيران في نفس الدور ولا لا؟ حلو 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 ده. طب يبقى دي الفي ودي الاي، صح؟ صح يا مستر. طب دي ريليشن دايركت ولا انفرس؟
دايركت يا مستر، انت عايز ايه؟ طيب هفهمك انا. بص يا صديقي، اسمح لي امسح الكلام ده، يعني الكلام ده خلاص مبقاش ليه لازمه دلوقتي هنا، فهنمسحه عشان نكمل كلام اهم عندنا. ركز بقى معايا، ركزي معايا خالتي، يلا بينا. هنا بالنسبه لك يا صديقي العزيز، الجرافس عندنا ليها 3 تايبس او 3 كايندز مينلي. ممكن يبقى نوعها دايركتلي، يعني بالنسبه لك لما الاكس تزيد الواي تزيد، لما الاكس تقل الواي تقل. ممكن تبقى ريليشن انفرسلي، ودول معناها عكس اعكاس، يعني الاكس تزيد واي تقل، اكس تقل واي تزيد. وممكن تبقى ريليشن كونستانت، يعني اكس تقل اكس تزيد، الواي بالنسبه لك على وضعها مش بتزيد ولا بتقل، تفضل زي ما هي. طيب انا هعرف منين يا مستر الجراف دوت دايركت ولا انفرس ولا كونستانت؟ من قانون. تمام، يعني مثلا الفي مع الاي هي باينه جدا ان دي ريليشن مين؟ الله يبارك لك يبقى دي ريليشن دايركتلي. طب الدايركت ده يا مستر بيترسم ازاي؟ بص بقى، اي جراف هتلاقيه عندك او عندي دايركتلي، اي جراف هتلاقيه عندك او عندي دايركتلي، هتلاقي دايما الجراف دوت طالع لفوق. يعني بالبلدي كده، لو رسمت الجراف ده كده او كده او كده، لو جينا مسكنا الجراف دوت يا صديقي وفنطناه، هتلاقيه دايما بادئ من تحت، ده ستارتنج بوينت اندنج بوينت فوق. طيب لما تيجي من تحت لفوق، يعني بص دي البوينت نمبر 1، دي بوينت نمبر 2 اللي هي الاندنج بوينت مثلا، من 1 تو 2 الاكس زادت صح؟ الواي زادت صح؟ طيب فالاكس بتزيد الواي بتزيد، يبقى دي دايركت ولا انفرس ولا كونستانت؟ دايركت، او ممكن احسبها بطريقه ماثيماتيكال على فكره لو حد بيحب الماث. اكس بتزيد يبقى ده بوزيتيف، واي بتزيد يبقى ده بوزيتيف، بوزيتيف يطلع ايه؟ عاش يا واد، بوزيتيف. او مثلا لو جبتها العكس، يبقى الاكس بتقل والواي بتقل، فالاكس بتقل نيجاتيف والواي بتقل نيجاتيف، يبقى نيجاتيف يديك ايه؟ برضه بوزيتيف صح؟ ما هي البوزيتيف والنيجاتيف برضه بوزيتيف. لان اعرائي مدرسينا في الماث زمان ربنا يبارك لهم ويديهم الصحه يا رب، كان دايما بيقول لك كده ان هما الاثنين شبه بعض يديك بوزيتيف، عكس بعض يديك نيجاتيف على طول. يعني بلس يديك بلس، ماينس يديك برضه بلس، طب بلس ماينس يديك نيجاتيف، طب نيجاتيف بلس يديك نيجاتيف، وهكذا. طيب ده كده بالنسبه لك الريليشن الدايركتلي. طب الريليشن انفرسلي، اي ريليشن انفرسلي هتلاقي ان الجراف بتاعنا نازل لتحت، يعني الاكس تزيد والواي تقل، الاكس تقل والواي تزيد، يعني عكس اعكاس. وده بالنسبه لنا لما نيجي نرسمه هتلاقيه منظره عامل كده. ركز اهو. فكر معايا في الكيره، امشي كده بالنسبه لك مع الجراف ده. ده الفيرست بوينت بتاعته، فممكن اسميها بوينت نمبر 1 صح؟ ده السكند بوينت بتاعتي ممكن اسميها بوينت نمبر 2. فروم 1 تو 2 الاكس حصل لها زاد صح؟ من 1 تو 2 الواي حصل لها قل صح؟ يا جدع اتقي الله، بوزيتيف نيجاتيف تبقى ايه؟ بيرفكت يا واد، يبقى نيجاتيف، هتلاقي الجراف نازل. فهمتني؟ يبقى تاني بص، هنا الجراف بيزيد تمام، اكس بتزيد يبقى بوزيتيف، واي بتزيد يبقى بوزيتيف، يبقى بوزيتيف يديك بوزيتيف، طب اكس بتقل نيجاتيف والواي بتقل نيجاتيف، يبقى نيجاتيف يديك بوزيتيف اند سو اون. طيب الجراف الكونستانت بقى، الجراف الكونستانت يا صديقي هتلاقيه باراليل تو اكس اكسس. يعني ايه باراليل تو اكس اكسس؟ يعني انا مثلا دلوقتي ده ريليشن انفرسلي خلاص احنا اتفقنا معاه. طب الكونستانت يا مستر عشان اوضح الكلام ده، كونستانت يا صديقي العزيز هتلاقيه باراليل مع الاكس اكسس كده بالظبط، باراليل مع الاكس اكسس. قشطه. فانت هتلاقي مثلا الاكس بتزيد اكس بتقل، هي بالنسبه لك الفاليو بتاعت الواي كانها ماسكه ال5 ما بتحلهاش، لا بتزيد ولا بتقل، تفضل زي ما هي على وضعي. فاهم قصدي؟ انت تزيد انت تقل انت تولع انت تتغير زي ما تتغير، انا ما يشغلنيش يا صاحبي، انا كده على وضعي وثابت. يبقى كونستانت مش كونستانت. طيب دي اول تقسيمه جراف عشان تبقى انت فاهم. انا مسكت الجراف بصيت له بصه كده، لقيته طالع يبقى ايه؟ دايركت، لقيته نازل يبقى ايه؟ انفرس، لقيته بارل مع الاكس يبقى ايه؟ كونستانت. حلو. تاني حاجه، لو جيت قلت لك يا صديقي العزيز ان احنا بنتكلم مع بعض وبندردش، الجراف ليه تقسيمه ثانيه يا مستر؟ الجراف عندي ليه تقسيمه ثانيه مهمه جدا. انت ممكن الجراف عندنا يبقى يونيفورم وممكن يبقى نون يونيفورم. تاني الجراف بتاعنا ممكن يبقى يونيفورم وممكن يبقى نون يونيفورم. وتعالى افهمك صديقي العزيز، كلمه يونيفورم معناها بالنسبه لك ان التشينج اللي بيحصل بشكل ايكوالي. يعني مثلا الاكس بتزيد بس بيكوال اماونتس، والواي بتزيد بنفس الايه؟ الاماونتس. يعني انت عندك مثلا 1 و2 يبقى 2 4 يبقى 3 و6 صح؟ يبقى مثلا 4 و8 يبقى 5 كام و10. لو حسيتي ان الرقم بقى بريدكتبل قابل للتوقع او انا هبقى عارفه،
اعرف ان الجراف ماشي بشكل ايكوالي او شكل يونيفورم عندنا، وده بيتلخص عندك او عندي بشكل بالنسبه لك ان الجراف بيترسم بستريت لاين. لو لقيت ان الجراف عندي مرسوم بشكل ستريت لاين اعرف على طول ان هي يونيفورم او بيتغير بشكل ايكوالي. طب هنا الجراف بتاعنا لو لقيته بيعبط معاك، يعني بيعبط معايا يا مستر، يعني مثلا 1 و 3 2 4.6 عندك مثلا دلوقتي 3 و 9.7 عندك 4 مثلا و 12.2 تلاقي ارقام كده مش باين لها ملامح، انت فاهم؟ مثلا لما اجي اقول لك 5 ليه العبط؟ انا مش فاهم اصلا هو هي ماشيه ازاي؟ دي ماشيه بالحب دي ولا ايه؟ فاهم؟ لما تحس ان ارقام unpredictable او غير قابله للتوقع او مش عارف توصل لاجابه معينه، فده معناه ان التشينج مثلا بشكل نون يونيفورم، يعني ممكن الاكس تكون بتتغير ايكوال بس الواي ان ايكوال. تمام؟ ممكن يكون ان الاكس ان ايكوال والواي هي الايكوال، ممكن الاثنين يبقوا ان ايكوال اصلا، فاهم؟ يعني التغيرات مش ماشيه على نفس الايكوال فاليوز، بتتغير كل شويه. وده بنعرفه منين يا مستر؟ ان الجراف بتاعنا بيترسم بشكل نون ستريت لاين. تاني نون ستريت لاين. يبقى تاني لو الجراف بتاعنا مرسوم ستريت لاين اعرف ان هو يونيفورم، لو نون ستريت لاين يبقى نون يونيفورم. طيب يبقى تاني اي جراف انا هعلمك كده ان شاء الله حته تكنيك، تمام؟ هتدعي لي عليها. اخليك تبص للجراف ان شاء الله تعالى تفنطه، تقرا على طول تجيب اخره. تاني الجراف عندنا يا جماعه لما نيجي نبص له از سمبل جراف، يعني اللي هو عشان احنا الجرافات بيبقى فيه سمبل وده اللي انا بشرحه، في الكومبلكس وده اللي احنا بالنسبه لك هنتعود عليه دلوقتي. طيب هتقول لي الكومبلكس ده صعب يعني؟ لا يا جماعه، كلمه كومبلكس يعني بالنسبه لك كذا حاجه مع بعض، فانت لو فهمت الكومبوننت الواحد ودخلت معاه كومبوننت تاني هتفهم الاثنين مع بعض، فاهم قصدي؟ دخلت مع واحد تالت تفهم الثلاثه مع بعض وهكذا. فكلمه كومبلكس يعني معناه انت بتميكس، يعني انا دلوقتي لوحدي انا سمبل، طب انا وانتوا اتجمعنا مع بعض بقت كومبلكس، وهكذا. المسائل نفس الكلام، في مسائل بتبقى سمبل حاجه لوحدها، في مسائل تانية بتبقى بكومبلكس اللي هو كذا فكره مع بعض. فانت دلوقتي والله يا ابني نصيحه من اخ كبير ليك بالامانه يعني، واعتبرني اقول لك انا اخوك كبير لان انا فعلا هاممني مصلحتك جدا، وان شاء الله تعالى ربنا يكرمنا باذن الله تعالى. انت عندك هدف وانا عندي هدف ان احنا ان شاء الله نجيب فول مارك في فيزيكس، مش هنتنازل على الهدف دوت. احنا هدفنا ان شاء الله من اول يوم لحد اخر يوم 60 درجه كامله باذن الله كفيزيكس، تمام؟ وباذن الله تعلق وتجيب هدفك، تمام؟ الفكره كلها اتعامل مع الفيزيكس ان هي افكار، وده اللي بحاول اوصله لك، وان هي جاست جيم. عادي يا جماعه لو انت بتلعب لعبه بالنسبه لك ماشي، مش لازم تجيب اللعبه من اول مره، بالعكس هي اللعبه اصلا لو حد هنا جيمر وبيسمعني الميزه فيها التشالنجينج، الحته اللي هي المنافسه دي، فاهم؟ لو انا عافر ما تجيش معايا جيم اوفر فالثانيه فجيم اوفر فالثالثه فكسبت فاهي تتلعب كده يا شباب، ايه المشكله؟ فاهم؟ ده اللي عايزك تبقى انت ماشي بيه. خليك جيمر وتعالى خليك جيم ماستر معايا وتعالى نلعب مع بعض فيزيكس، ويبقى طول السنه بالنسبه لك بنلعب ماتش ودي بشكل ودي، فاهم قصدي؟ تعالى نلعب بالنسبه لك واحده الثانيه امتحان الثاني الثالث سؤال الثاني الثالث، هتلاقي الدنيا ان شاء الله ظبطت معاك. تاني عشان نصنف اي جراف يا صديقي قدامك كلمتين للجراف ده، لو بصيت عليه طالع دايركتلي، نازل انفرس، برر مع اكس يبقى كونستانت. تاني كلمه عشان تشرحها، لو لقيته ستريت لاين يبقى يونيفورم، لو نون ستريت لاين يبقى نون يونيفورم، تمام؟ طيب تعالى الكلام دوت نعمل له بالنسبه لك اكسبيرمنت، نختبره يعني ونشوف هنا هيبقى ماشي ازاي، هل انت فاهم ولا عامل نفسك فاهم قدام؟ قشطه. ده جراف ايا كان ايه، تعال نبص مع بعض فيه. لو قلت لك ان الجراف دوت عامل كيت، مبدئيا نمسك الجراف دوت واسال نفسك الاسئله الاتيه: الجراف ده طالع ولا نازل ولا بارل مع الاكس؟ طالع، حلو، يبقى دايركت ولا انفرس ولا كونستنت؟ بيرفكتو، دايركت. ستريت ولا نون ستريت؟ هل هو خط معدول ولا معوج؟ لو معدول يبقى ستريت يبقى يونيفورم، لو معوج يبقى نون ستريت يبقى نون يونيفورم. ده فعلا كيرف، يبقى دوت نون ستريت يبقى دوت نون يونيفورم. يبقى بالبلدي عشان نوصف الجراف ده هتقول لي ده دايركت نون يونيفورم، يعني الاكس بتزيد والواي بتزيد بس مش بايكوال اماونت، صح كده؟ حلو 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 حلو، ادينا سخنا. اللي بعده هنا ده ايه ده؟ نازل صح؟ طب الجراف ده لما يبقى نازل يبقى دايركت ولا انفرس ولا كونستنت؟ انفرس اهي. طب هو ستريت ولا نون ستريت؟ ستريت، يبقى ده انفرس هنا يونيفورم ولا نون يونيفورم؟ بيرفكتو، ده انفرس يونيفورم، يعني الاكس بتزيد الواي بتقل بايكوال اماونت، صح كده؟ حلو حلو حلو. طب اللي بعده مستر ده ايه؟ كونستنت. حلو. مستر ده ايه؟ ياه ده كومبلكس جراف بقى. انا لو مكانك او مكانك بص هنعمل كده، ارزع قسم، يلا بينا. انت الجراف ده اتقسم معاك 3 ستيجز،
تعال نمسكه بقى بالنسبه، اصل انت هتشوف بقى ودان قطه، وهتلاقي قبه جامع، وهتلاقي طالع نازل، وهتلاقي زحاليق، وهتلاقي حاجات غريبه في الامتحانات. انت لو فاهم اللي بقوله والله العظيم تجمع على طول. انت قسمت الجهاز ده كام بارتايه يا ولا؟ صح يا ولا؟ 3. ادي 1 2 وادي الثلاث. تعال نمسك الاولاني، طالع ولا نازل؟ طالع يبقى ده دايركت. ستريت ولا نون ستريت؟ يبقى دوت نون ستريت، يبقى نون يونيفورم. يبقى اول واحده ممكن توصفها دايركتلي نون يونيفورم، صح؟ تاني واحده بالنسبه لك بارل مع مين؟ مع الاكس، يبقى دي اسمها كونستنت. خالتي ركزه خالتي. تالت واحده دي طالع ولا نازل؟ يا ولا نازل، يبقى ديت انفرسلي يونيفورم ولا نون يونيفورم؟ كيرف كيرف كيرف، يبقى ده نون ستريت، يبقى نون يونيفورم. فهمتها؟ يبقى تاني، انا عارف يا جماعه انا ساعات بتحمس فالموضوع بياخدني فبتكلم بسرعه شويه، فتعلم الموضوع على هادي. تاني، ده طالع يبقى دايركت، نون ستريت يبقى نون يونيفورم. يعني الاكس بتزيد والواي بتزيد بس بان ايكوال اماونت، يعني فاليوز مختلفه. قشطه؟ ده كونستنت، اكس هتفضل تزيد او تقل والفاليو بتاعت الواي هي. طب ده نازل يبقى ده انفرس، صح؟ بس هو بينزل، خلي بالك او خلي بالك معايا، هو بينزل بشكل نون يونيفورم برضه. يعني الاكس بتزيد الواي بتقل، الاكس بتقل الواي بتزيد، بس بنوت ايكوال اماونت. الكلام دوت بالامانه في مشكله مع حد؟ طبعا يا جماعه الكلام دوت هو الادفانس بتاعه ان انا اشرح لك حاجه اسمها سلوب، فانا مش هشرح النهارده السلوب عشان عارف ان انت الحصه مستر دي اول حصه في السنه، يعني انت فاهم، حصه رقم 0، حاجه يعني تاسيس كده في السخان منه، فما تقلش علينا بالله عليك، واحنا معاك ان شاء الله قدام هنبقى الدنيا تمام يا عم. تمام، احنا بس هنشرح الكلام ده كبيزكس، وان شاء الله قدام هنتقل عرض شويه نبقى نزود الحته دي كسلوب واشرحها لك بالتفصيل ممل، يعني كلمه سلوب وتحسبها ازاي وتجيبها منين وتحسبها ازاي، كل ده هيتظبط معاك ان شاء الله. طب هطلع لك بره الكادر عشان لو حد عايز يصور الكلام ده يصوره. يلا بينا الفينشر بقى بتاعنا، كونفرجن اوف يونتس. بص يا جماعه، كونفرجن اوف يونتس دي تمام انا هشرحها لك بطريقه الموديز اديشن، دي حاجه كده ان شاء الله تعالى يعني عشان تظبط معاك الدنيا وتعالى افهمك اللي فيها. في مشاكل عند بعض الطلبه يا جماعه في ثالثه ثانوي، هي فاهمه وشاطره وكل حاجه، بس انا اليونتس دي مش فاكرها. انت فاهم حاجه؟ يعني في والله العظيم تخيل مثلا طالب يبقى شاطر، الكارثه مش عارف يحول مثلا من ديسيمتر لمتر. ديسيمتر بص هو انا اللي عارفه السنتيمتر، انت فاهم، تايمز 10 باور نيجاتيف 2، كيلومتر تايمز 10 باور 3، لكن ديسي ايه القرف ده؟ انا مش فاكر اي حاجه من دي. فتعالى افكرك كده واقول لك ازاي تعمل الكونفرجن بطريقه لطيفه، وازاي الدنيا معاك تبقى ايه، ماستر جيم زي ما بنقول. يلا بينا يلا بينا يا جماعه. انا بتكلم هنا على اكزامبل، وده الاشهر اطلاق اللي هو اللينس بالمتر. طبعا يا جماعه الكلام اللي هشرحه على اللينس بالمتر يتطبق بالنسبه لك في اي يونت ثانيه، يعني مثلا كلفن في التمبريتشر يطبق مثلا على الامبير كارنت انتنسيتي، يطبق على الفولتج مثلا بوتنشال ديفرنس، يطبق على الوات مثلا باور. بص اللي هيتقال النهارده ان شاء الله على الميتر يتطبق على اي حاجه ثانيه. قشطه؟ بنفس الواي، بنفس الاسلوب، بنفس الشرح. ركز معايا. شكل قدامك دوت يا صديقي هي حاجه مودز اديشن، هديه مني ليك كده اخر حصه عشان انت سمعت كلام كتير فيزيكس تمام، وعارف ان انت جديت، بس اتمنى ما تكونش انت بالنسبه لك زهقت يعني. طيب الميتر دوت هو الستاندرد يونت، وكلمه ستاندرد يونت يعني اليونت اللي متفق عليها العالم عندنا ان احنا هنستخدموها ولا لا. كلام جميل. طيب الميتر دوت يا جماعه اللي هو يعتبر 100 سنتيمتر قد كده. هل الميتر ده بيقيس كل حاجه في الكون؟ اكيد لا، في حاجات اكبر منه في حاجات اصغر منه، صح؟ فانت عندك بالنسبه لك في حاجات اكبر من متر زي كيلو متر، ميجا متر، جيجا متر، تيرا متر. على فكره الكلام اللي كاتبه بالازرق حاجه اسمها بريفكس، والبريفكس دوت هي بالنسبه لك تمام بيتكتب قبل اليونت، بيعبر عن فاليو او بيعبر عن رقم. يعني كي فور كيلو ودي معناها تايمز 10 باور 3 يعني 1000، ام فور ميجا دي تايمز 10 باور 6 يعني مليون، طيب جي فور جيجا تايمز 10 باور 9، تي فور تيرا تايمز 10 باور 12. وعلى فكره الكلام ده انت عايشه كل يوم في حياتك من غير ما تحس. يعني الناس اللي قدامي دي كلها ما شاء الله يعني بتعمل ستوك وبتعمل كراش على بالنسبه لك الانستجرام، وبيفتح هنا بص جورجينا كام مليون، صح؟ بص بالنسبه لك مثلا الكراش مثلا دي عندها 3.6 كي فولورز تمام، فانت لما تيجي تبص على حاجه شبه كده كي دي معناها 1000. طب ما تيجي تبص على ام دي يعني ميجا او مليون، صح؟ اللي هي طبعا الكلام ده كله. فانت هنا الكلام ده على فكره بتستعمله بشكل يومي ماشي، وهتلاقي نفسك فعلا في التيك توك وفي مثلا انستجرام فيسبوك بيج الكلام ده كله. الكي فور كيلو يعني 1000، ام فور ميجا يعني مليون، جي فور جيجا تايمز 10 باور 9 يعني 1000 مليون، واللي هي تريليون والكلام ده كله. تي فور تيرا تايمز 10 باور 12. طيب دي فور دي سي تايمز 10 باور 1، سي فور سنتي تايمز 10 باور 2، ام سمول خد بالك فور ملي تايمز 10 باور 3، ام متدلعه شرطه كبيره شرطه صغيره فور مايكرو تايمز 10 باور 6، ان سمول فور نانو تايمز 10 باور 9، اي انجستروم خد بالك الانجستروم تبع الميتر بس يعني تبع اللينس بس
يعني انجسترون ده مش هتلاقيه موجود في اي يونت ثانيه غير المتر. تمام، فده انا كاتبه بس عشان المتر، لكن في اي يونت ثانيه مش هيبقى موجود. ايه انجسترون تايمز 10 باور 10، بي فور بيكو تايمز 10 باور 12، اف فور مومنت تايمز 10 باور 15. واحد قال لي قبل ما اكمل مستار الحاجات دي المفروض مكتوبه غلط، الحاجات دي المفروض بالبوزيتيف عشان ده كبير، الحاجات دي المفروض هنا بالنيجاتيف عشان دي صغيره، صح؟ تك على الصبر دقيقه، وبدل ما تبقى انت حافظها شبه الكتاب المعاصر كده او شبه بالنسبه لك الكلام الدش، انا عايزك تبقى فاهمها وحاسسها، هنا مش هتتنسى. تاني، دي الستاندرد يونت في النص، صح؟ اللي على يمينها واللي على شمالها دي العيله بتاعتها، اللي على يمينها اكبر منها واللي على شمالها اصغر منها، فلو ديت هنا الستاندرد فيمينك كبير شمالك صغير، وانا محدد الكلام ده اهو. انت بتمشي من الفيمتو تروح لحد التيرا، من السمول تو بيج. تاني، من ده لده، من الصغير للكبير. يعني فهمتوا اصغر حاجه اكبر منه بيكو، اكبر منه انجسترون، نانو، مايكرو، ملي، سنتي، ديسي، هوصل لمتر. اكبر منه كيلو، بعدين ميجا، جيجا، تيرا، اند سو اون. طيب اللي يهمني يا جماعه اللي انا كاتبه بالازرق، كل واحد من دول الليتر بتاعه ايه، اسمه ايه، رقمه كام. يعني انا دلوقتي كي فور كيلو تايمز 10 باور 3، ام فور ميجا تايمز 10 باور 6، ملي مثلا تايمز 10 باور 3، مايكرو تايمز 10 باور 6. طيب خدوا بالكم في 3 امات، ها. الام الكبيره المحترمه تحسها لابسه بدله دي ميجا تايمز 10 باور 6، الام الصغيره دي ملي تايمز 10 باور 3، الام الدلع دي مايكرو تايمز 10 باور 6. تمام. طيب بس في كبير وفي صغير، يعني الدوله دي كبيره لكن دي ايه، صغيره. وهنا نيجي بقى الحته دي، اي كونفرجن اوف يونت في حياتك يا صديقي العزيز هي تعتبر بالنسبه لك حاجه من الاثنين ما لهمش ثالث، يا بتحول من سمول يونت لبيج يونت، يا بتعمل العكس بتحول من بيج يونت لسمول يونت. فلو بنعمل كيت انت بتحول من سمول يونت لبيج يونت، كانك بتجيب الاخ الصغير تروح للاخ الكبير. طب من بيج يونت لسمول يونت كان بجيب الاخ الكبير للاخ الصغير. طبعا يا جماعه في اي بيت مصري عندنا ده من الاخ الكبير بيضرب اخوه الصغير، لا ما هو افترى بقى، افترى. بقول لك ايه يا ابني حماده، ولا ما ميكو بتشال انت حتى النحل يا بابا، يلا حبيبي، ويبتدي يلطش له، صح؟ طبعا يا جماعه الاخ الكبير ده مفتري، طبعا انا اخ كبير يعني، انت فاهم؟ فتعالى كده معايا البيج يونت للسمول يونت، انت دلوقتي جيت من الكبير للصغير، فدايما من الكبير للصغير بيضرب. تمام، يبتدي بالنسبه لك يلطش وايه ويضرب، وطبعا يضرب دي معناها تايمز. طب سؤال، انت خدت بالك من حاجه؟ اللي انا كاتبه ده كله بالنسبه لك او بالنسبه لنا مش بالتايمز. طب تايمز وتايمز، تفتكر الباور بتاع الكلام يبقى بوزيتيف ولا يبقى نيجاتيف؟ انا بقول لك اصل الكلام. تاني جماعه، انا هنا من بيج يونت لسمول يونت يعني من الكبير للصغير، تمام؟ فدايما الاخ الكبير بيضرب اخوه الصغير يبقى تايمز. طب تايمز والارقام مكتوبه بالتايمز، تايمز وتايمز، يبقى كتب الباور بالايه؟ هل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. واحد قال لي ستوب، مش فاهم يا مستر. بصوا يا شباب، في الماثماتكس احنا متعودين مع بعض لو حاجات شبه بعض يبقى بوزيتيف، عكس بعض يبقى نيجاتيف. فلو بوزيتيف بوزيتيف يبقى بوزيتيف، صح؟ نيجاتيف نيجاتيف برضه تبقى بوزيتيف عشان شبه بعض. طب بوزيتيف نيجاتيف مختلفين يبقى نيجاتيف. طب نيجاتيف بوزيتيف مختلفين يبقى نيجاتيف، صح؟ نفس الكلام بنفس المنوال. لو جاي من يونت كبيره ليونت صغيره، من الكبير للصغير ده تايمز، يبقى تايمز. وهو مكتوب اصلا هنا الارقام عندك بالتايمز، فتايمز وتايمز يبقى الباور بالبوزيتيف. طب لو انا جيت من الصغير للكبير، ده من الاخ الصغير استحاله يضرب الكبير، هو متربي، عيب. ده يا جماعه الاخ الصغير دوت هو بيبقى بالنسبه لك متربي كويس جدا، بس ما شاء الله ربنا وهبه لسان يجيب حقه وحق الامه اجمعين. يعني مثلا انت دلوقتي لو ضربت اخوك الصغير، في اخوك الصغير بقى ايه، يقسم عليك. ضربني انا محمد، طب خلي بالك بقى عشان ما اقولش ماما على منال ولا ندى ندى، صح؟ ايوه، اظبط بقى معايا كده، تمام؟ فتبتدي مثلا ماما تزاولك يا محمد، ايه اللي انت عامله ده؟ القميص ده ليه مبلول؟ معلش يا ماما اصل كان عليه ندى امبارح. فيبتدي اخوك الصغير يقسم عليك، صح؟ ويبتدي يستلمك بقى، يبتدي يرستقك معاه. فانت دلوقتي دايما الكبير بيضرب الصغير، فدي تايمز. طب من الصغير للكبير يبقى تايمز ولا ديفايدد؟ يا ولا صح، ديفايدد. طب ديفايدد والارقام مكتوبه بالتايمز، يبقى دوت هنا ديفايدد وتايمز شبه بعض ولا مختلفين؟ انا شكرا ليك جدا، مختلفين، يبقى فانا باور بالنيجاتيف. عشان كده لو انت بتحول من الكبير للصغير لازم الباور يتكتب بالبوزيتيف. عشان كده لو بتحول من الصغير للكبير لازم باور يتكتب بالنيجاتيف ولا لا؟ تاني، يبقى دلوقتي لو من الكبير للصغير باوري بوزيتيف، من الصغير للكبير باوري نيجاتيف. وده اللي يثبت لك لما اجي احول من كيلومتر لمتر تايمز 10 تو باور 3، من ميجا متر لمتر تايمز 10 تو باور 6 اللي هي بالبوزيتيف، جيجا متر لمتر تايمز 10 تو باور 9 اند سو اون. طب هنا من نانو متر لمتر تايمز 10 باور 9 ولا نيجاتيف 9؟ ربنا يبارك لك، عشان ده من الصغير للكبير يبقى نيجاتيف 9. طب مثلا هنا من فيم 2 تو متر تايمز 10 باور 15 ولا نيجاتيف 15؟ الله يبارك لك، نيجاتيف 15. فتاني لو جاي من الكبير للصغير يبقى باوري بوزيتيف، لو من الصغير الكبير باوري ايه؟ نيجاتيف. تمام؟
طيب ده كده بيزك الكونفرجن اوف يونتس. تمام. في حاجه بس حابب انوه عليها، هو البيزك ده في ليفل منه اعلى اللي هو ليفل نمبر 2، لو حبيت احول من سايد تو سايد تاني او في نفس السايد، يعني بالبلدي لو حبيت اجيب مثلا من سايد كبير لسايد صغير او من سايد صغير لسايد كبير، فتعال اقول لك بصراحه، لو من الكبير للصغير او من الصغير للكبير من سايد لسايد بلص الباورز. يعني مثلا جيت من تيرا لفيمتو او جيت من فيمتو لكيلو، ده واحد صغير والتاني كبير صح؟ هتاخد الباور بتاع الصغير الباور بتاع الكبير هنبلصهم مع بعض من غير بالنسبه لك بوزيتيف نيجاتيف، والرقم اللي طالع عندك يا يتكتب بالبوزيتيف يا يتكتب هو بالنيجاتيف. طب مستر امتى اكتبه بوزيتيف امتى اكتبه نيجاتيف؟ لو من الكبير للصغير تعالى لي بوزيتيف، لو من الصغير الكبير يتكتب بالايه؟ بالنيجاتيف. تاني يعني مثلا دلوقتي لو من تيرا لفيمتو، التيرا ب 12 الفيمتو ب 15، 12 بلس 15 بكام؟ 27. امسك ال 27 او 27 في ايدك، ممكن تبقى بوزيتيف 27 ممكن تبقى نيجاتيف 27. بوزيتيف 27 لو من التيرا للفيمتو، نيجاتيف 27 لو من فيمتو للتيرا. مستر تاني بص، لو جينا من السنتو معلش انا لساني لزق فوق، من السنتي للميجا حلو قوي، السنتي ده صغنن والميجا ده كبير. حلو، السنتي بكام يا صديقي؟ ب 2، الميجا بكام يا صديقي؟ ب 6. طيب من سنتي الميجا من سايد لسايد هنبلص، يبقى 2 بلس 6 كلها تايمز 10 باور 8، ممكن تبقى 8 بوزيتيف ممكن تبقى 8 نيجاتيف. طيب لو من سنتي الميجا ده من الصغير للكبير صح؟ تعالى لي من الصغير للكبير يبقى باورك نيجاتيف، تعالى لي من الكبير للصغير يبقى باورك بوزيتيف، يبقى ده نيجاتيف 8 لو من سنتي الميجا، بوزيتيف 8 لو من ميجا لايه؟ لسنتي. واحد قال مثلا طب بص ايه رايك لو عملناها في نفس السايد، يعني مثلا من كيلو لتيرا او تعالى عملتها من مايكرو لبيكو، ايه رايك؟ بص لو في نفس السايد الكبير او في نفس السايد الصغير هنماينس الباورات. تاني يعني دلوقتي مثلا كيلو وتيرا في نفس السايد الكبير صح؟ الكيلو ب 3 والتيرا بكام؟ ب 12، ماينسهم من بعض، 12 ماينس 3 9. امسك التسعه في ايدك، ممكن تبقى بوزيتيف ممكن تبقى نيجاتيف. لو جيت من الكيلو للتيرا، مش من الكيلو ده صغير للتيرا ده الكبير، يبقى من الصغير للكبير بوزيتيف 9 نيجاتيف 9. الله يبارك لك نيجاتيف 9. طب لو جيت من التيرا للكيلو من الكبير للصغير بوزيتيف 9. تاني من مايكرو لبيكو، المايكرو بكام؟ 10 باور 6، البيكو بكام؟ 10 باور 12. حلو، 12 و6 يبقى 12 ماينس 6 يبقى بالنسبه لك 6. بص بقى ممكن تبقى بوزيتيف ممكن تبقى نيجاتيف. تعالى لي المايكرو اهي والبيكو اهي، من مايكرو لبيكو، على فكره المايكرو اكبر من بيكو ليه؟ لان ده صغير، اكبر كل ما تطلع بتكبر على فكره هنا، تمام؟ وكل ما تنزل هنا تحت بتصغر يعني عشان ده العكس. فانت دلوقتي عندك المايكرو اكبر من بيكو فمن الكبير للصغير يبقى بوزيتيف 6. طب لو من البيكو للمايكرو الصغير الكبير يبقى نيجاتيف 6. واحد قال مستر صدعتني، لم لي الموضوع. بصوا يا شباب بالبلدي منه، شايف الشكل ده؟ هديه مني ليك يخليك تحول اي تحويله ان شاء الله تعالى في اي حته في اي مكان، تمام؟ بالبيرفكت على طول. لو بتحول من الكبير كسايد للي في النص ستاندرد، من الصغير كسايد للي في النص كستاندرد، خد باورك زي ما هو، ممكن كتب بوزيتيف ممكن كتب نيجاتيف، بوزيتيف لو من الكبير للصغير نيجاتيف لو من الصغير للكبير. طب لو بحول من كبير لصغير او من صغير لكبير، يعني من ده لده او من ده لده، يعني من ده لده او من ده لده، تمام؟ من سايد تو انذر سايد هنبلص الباورز لان المسافه زادت، والباور اللي هيطلع على الجديد ممكن كتب بوزيتيف ممكن كتب نيجاتيف، بوزيتيف لو من الكبير للصغير نيجاتيف لو من الصغير للكبير. طب لو في نفس السايد الكبير بس او في نفس السايد الصغير بس، تمام؟ اعمل ايه يا مستر؟ هنماينس الباور، والباور الجديد اللي طالع ممكن كتب بوزيتيف ممكن كتب نيجاتيف، بوزيتيف لو من الكبير للصغير نيجاتيف لو من الصغير للكبير. يبقى تاني في نفس السايد هنماينس، من سايد لسايد هنبلص، من سايد للي في النص باورك زي ما هو، ونمسك الباور ممكن كتب بوزيتيف لو من الكبير للصغير ممكن كتب نيجاتيف لو من الصغير للكبير. الكلام ده كله بالنسبه لك كونفرجن اوف يونتس. انا عارف ان انت لو حفظت الشكل ده تقدر تحول اي حاجه، فانا مستر عندي مشكله احفظه ازاي؟ ان شاء الله تعالى الكلام ده هتكتبيه دلوقتي، هتكتبه بخط ايدك بقلم اسود وازرق واحمر، وتعلق الورقه دي قدام عينك في اكتر مكان بتشوفه. يعني مثلا انت واحد بيحب المذاكره هتعلقه قدام المكتب والعياذ بالله، واحد تاني بيحب البلاي ستيشن، يا عم حط لي جنب البلاي ستيشن، فانت بتنظف البلاي ستيشن وانت بتبص على البلاي ستيشن وانت بتلعب بلاي ستيشن، فانت بتتمرقع وبتلعب جيم على البلاي ستيشن قبل ما تذاكر، فتديك شفته. واحد تاني بيحب الاكل شبهي على باب الثلاجه اختي، واحد ثاني ميك اب ارتست ان شاء الله في المستقبل بتحب دايما تضيع وقتها مع الشيطان في المرايه، علقيه على المرايه يا اختي، في حاجه شبه كده عينك بتشوف. واحد تاني بيشات على طول بيكلم ده وده وبيكلم دي ودي
استغفر الله العظيم، بيقضيها في حاجه شبه كده، اعملها وول بيبر، ما عنديش مشكله. انا عايز الشكل دوت، اكتبه خط ايدك، لان عينينا بتحفظ خط ايدينا اسرع طريقه ممكنه، وتعملها بالنسبه لك وول بيبر او تحطها في اكتر مكان بتشوفه. الكلام دوت بالنسبه لك هتشوفه مره ثانيه ثالثه، هتحفظه از سيفد سكرين قدام عينك، لما تيجي تحتاجه هتلاقيه. تمام. اخر حاجه وابقى انا كده خلصت يا جماعه. التحويله بتاعه سنتيمتر سكوير لمتر سكوير اللي هي بتاعه الاريا، او مثلا سنتيمتر كيوبيك لمتر كيوبيك از فوليوم، عشان دي كارثه وبنسمع فيها كوارث. بصوا يا شباب، انت عندك مثلا سنتيمتر سكوير لمتر سكوير. مبدئيا عايز افهمك حاجه ليكوا للزمن يا صديقي. انت عندك كلمه سكوير دي يعني باور 2. يعني ايه باور 2؟ يعني الحاجه بتحصل مره ولا اتنين ولا ثلاثه؟ مرتين، صح؟ يبقى الكونفرتايه مره ولا اتنين ولا ثلاثه؟ مرتين. فلما اجي اقول لك من سنتيمتر سكوير لمتر سكوير، المتعارف عليه ان من سنتيمتر متر تايمز 10 باور نيجاتيف 2، بس هي باور 2 يعني حصلت مرتين، فيبقى نيجاتيف 2 ونيجاتيف 2 يبقى كل نيجاتيف كام؟ 4. صح ولا غلطان؟ حلو. تاني، طب بقول لك ايه، تيجي خليها سنتيمتر كيوبيك لمتر كيوبيك. تمام، يعني في الفوليوم مثلا سنتيمتر باور 3 لمتر باور 3. حلو، حلو قوي ده. طيب الباور 3 ده معناه انها بتحصل مره ولا مرتين ولا ثلاثه؟ ثلاثه. فانا دلوقتي لما اجي ابص ليها يبقى ده كانه 3 سنتيمتر وده كانه 3 متر، فالتحويله بتحصل 3 مرات يا شقه. فانا دلوقتي هنا سنتيمتر واحد ب 10 باور نيجاتيف 2 للمتر، صح؟ فنيجاتيف 2 ونيجاتيف 2 ونيجاتيف 2، واحد خسران 2 جنيه ووقع منه 2 جنيه واتضحك عليه في 2 جنيه، يبقى كله خسران كام؟ الله يبارك لك 6 جنيه، يبقى تايمز 10 باور نيجاتيف 6، وهكذا. يبقى تاني، لو الحاجه باور 1 يبقى بتحصل مره، باور 2 بتحصل مرتين، باور 6 بتحصل 3 مرات. تاني يا جماعه، الباور هي البروسيس اوف ريبيتيشن للحاجه، عمليه التكرار يا صديقي. انا دلوقتي لو بتحصل عندي مره يبقى باور 1، طب باور 1 ما اتكتبش عشان ما تبقاش فضيحه. تحصل مرتين يبقى باور 2 او سكويرنج، تحصل 3 يبقى باور 3. تمام. هسيبك بالنسبه لك مع الشكل دوت تعمل له سكرين شوت. تمام جماعه، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله تبقى سنه سعيده عليكم باذن الله تعالى. الحصه الجايه هنبتدي في المنهج فعليا بقى، نتكلم بالنسبه لك شابتر 1 اللي هو اول 8 درجات ان شاء الله من ال 60، ورحله ال 60 ان شاء الله تبتدي المره الجايه. هنفهم يعني ايه كلمه الكتريستي ونقعد نحل عليها، نظبط الدنيا. اوعدك ان شاء الله تعالى بسنه ممتعه قبل اي حاجه. تمام، هوعدك باكتر بوكلت انت هتشوفه حرفيا بطريقه مور بالنسبه لك انترستنج. ماشي، اشوفكم على خير السنه الجايه. اشوفكم على خير الحصه الجايه، انا اسف، وبالتوفيق. السلام عليكم.